1 2 3. السقفه بتاعتك ما طلعتش يا اسطى. والله سقفت. خلاص طب هعتبرها سقفه. ماشي خلاص هعد من عند 1 2 3. انت عامل ايه يا حبيبي؟ انا الحمد لله حبيب القلب. ال 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 مش لازم ادي مقدمات صح؟ مش عارف، حسيتك دخلت رسمي قوي، ما اعرفش ليه. احنا اه كنا بنسقف من شويه. يعني أنا بسقف عشان اظبط الريكورد يا اسطى. يا عادي بقى، مش لازم يعني. انت عامل ايه؟ انا الحمد لله، يا كاننا مش قاعدين مع بعض بقالنا بقالنا بتاع 5 ساعات مثلا، حاجه. 3 4 ساعات مثلا. 3 ساعات ايه؟ انت رحت حطيت الاكل الزعبله وجيت. هو حرفيا. وانا قمت اكلت وعملت قهوتين اه واتفرجنا على فيديوهات انت يحيى ليه عملت القديمه. قهوتين يا اسطى؟ ما انا عملت واحده وانا اول مره لما قمت خالص، بعدين لما اكلت قمت شارب التانيه، فانا دي قدامي دلوقتي بقى 4 كمان جه. دي بقى مشكلة جين زي بقى، دي بقى مشكلة. افتكرته بيسأل عليا افتكرته بيسألني باهتمام. ماشي. هي الحياة كده عموما يعني، اوقات اه بتبقى كده. هي دي بقى زي ما بقول لك ايه، مشكلة جين زي محطوطين يا اسطى تحت ضغط. انت بتحاول افورس تستفيد باللي الموضوع. احنا بنتعلمه في الكلية ولا ايه؟ لا بحاول افورس الموضوع، بحاول افورس التوبيك. الكلام يا عم لا، عادي. احنا طالعين نعمل حاجة، احنا طالعين نقول حاجة مفيدة. كنا بنقول حاجة مفيدة قبل ما قبل الريكورد يعني، بس واضح ان احنا اول ما فتحنا كده الوضع صعب ليه ده يعني. احنا لا، ما ده طبيعي، ما ده عادي. انت امم محتاج احنا بجد مش طالعين نقول حاجة مفيدة، احنا طالعين يا اسطى نتكلم عادي كده. مين هيجي لنا اسم حاجة مفيدة يعني؟ بجد يعني يعني. بالظبط يعني م- انت طالعين نقول حاجه، مش طالعين نقول يا حاجه اسطى بجد تانية، اصلا حرفيا يعني احنا انا قاعدين بحس قعدتنا ان عادي. بحس ان هو ليه اصلا حد يفتح يعني. لا والله اليوتيوب يعني اليوتيوب يطلع منه حاجات زي كده بصراحة، مش هكدب عليك. ان هو حد يخش يستفاد من حاجة يعني، فاهم؟ انت يعني انت النقطه بتاعتك، انت ليه حد يفتح كلام عشان ليه يفتح بودكاست يعني عموما، عشان لو اعتبرنا ده بودكاست، يعني ليه حد يفتح بودكاست عشان يستفيد منه يعني، قصدك ولا ايه بالظبط؟ والله ما اعرف، اني كنت بحاول اطلع بحكمة. حسيت يعني، حسيتك بتدور على انترو وما عرفتش، خيشت. لا انا ما كنتش بحاول ادور على حكمة، كنت يعني بحاول يعني يعني بحاول ان انا يعني اللي هو ايه، انت فاهم انا في ايه. طب عموما دي حاجه حلوه يعني، انت لو انت عايز تتكلم بجد بقى بجد، دي حاجه حلوه ممكن تبدا منها. ليه اغلبنا اصلا دايما لازم يشغل حاجة وهو بيعمل حاجة. يعني مثلا لو انت قاعد شغال، لازم تشغل حاجة حواليك. انا عن نفسي بحب لازم اشتغل حاجة حواليا وانا شغال، ايا كانت بقى قرآن او بودكاست او حتى مسلسل عادي. يعني أنا حرفيا خلصت كمية مسلسلات ما اتفرجتش عليها مم. انا سمعتها. مم. والله يا فليه بقى اسطى، الموضوع ده تفتكر ليه بجد؟ بص انا دي الموضوع. مش انترو، لا ده مش بجد انترو بجد يعني، بجد ده مش بجد، لا كلام بجد برامج. بجد بجد بجد. خلاص بجد. انا بالنسبه لي شايف الموضوع متعلق بكذا حاجه بتفرق من شخص للتاني يعني. هو ممكن من رأيي السبب الأكبر إن إحنا جيل وحيد فشخ يا اسطى. اه إحنا جيل وحيد بشكل مبالغ فيه. يعني أنت الموجة بتاعت أنا زي ما بقول لك، أنا كنت شايف أصلا يعني هي البودكاستات كانت في مرحلة زي ما تقول تمهيد من وقت ماشي. اندرو تيت. من قبل اندرو تيت كمان كان عندنا بوديو والكلام ده كله. بس من وقت اندرو تيت وهي بدأت البودكاستات تنتشر بشكل اكبر عموما في العالم كله. فاهم قصدي؟ مهم. انا كنت عايز اعمل بودكاست اصلا من في 2000 في 2021 يعني. انا مكتشف ترند البودكاستات، فاهم؟ تحكي عن حياتك قبل ثانوي عام ولا تحكي عن ايه؟ معلش. يا ابني انا قلت لك انا كنت عايز اعمل بودكاست اصلا وقتها في 2021. اه تحت 18. ماينس 18. اه بس طيب. الاستاذ باسم والاستاذ بود ما كانوش مقتنعين. طب كنت عايز تتكلم فيه عن ايه عموما؟ يعني كنت حاسس ان ممكن تتكلم فيه، تعبر فيه عن ايه؟ آه مش عارف احنا انت ليه قلبت مذيع يا اسطى؟ ما اعرفش، انا بكتشف نفسي دلوقتي. لا يا اسطى لا، عادي عادي، ما نقلبهاش كده، نقلبها قعده كاجوال يا اسطى، عادي. هي قعده كاجوال. طب قوم هات لنا قهوتين من بيكن اوت، تعالى. يا صاحبي ما بشربش قهوه.
انا وهات لنا قهوة شاي نعناع من بيك اوت وتعالى. ما بشربش شاي يا صاحبي، انا ماليش دعوه بحاجات الجيل الجديد دي. يعني ايه؟ خلاص هات قهوة معسل وتعالى، يعني اقول لك ايه؟ يعني ايه؟ اقول لك اقول لك إيه؟ طب يعني عايز ايه؟ هات زرنيخ ساعه تعالى. هات زرنيخ يعني. هات عايز ايه طيب؟ لا بجد قوم هات بجد، ميه خلاص ساقعة خلاص، وتعالى، بجد واللي بجد ماليش بجد دعوة بجد. بحاجات البشر دي. خلاص بص، بجد بجد، انا ليه كنت بفتح حوار البودكاستات ده؟ انا نسيت. بس آه افتكرت انا، ماشي، السؤال اللي هو عشان بتاع هقول لك الفكره كلها ان هي الموضوع بيبقى ترندات، فانت الموضوع كله بيبقى، يعني مثلا احنا كنا في ترند يوتيوب، بعد 2020 بقينا في ترند التيك توك اكتر، بعديها دخل معاه ترند البودكاستات، وحاليا رايحين عايز ترند. وحاليا عايز ترند رايحين بجد. لفكره الاستريمات. مم. فاهم؟ ليه وايه البودكاستات؟ بعد الاستريمات بقى؟ ايه؟ تفتكر ايه بعد الاستريمات؟ تفتكر ايه بعد الاستريمات بجد؟ يعني تخيل، هل هتأجر واحد بالساعة مثلا ينزل يقعد معاك على القهوة لا، ولا الاي اي يا هتكلف اسطى، الاي ايه؟ اي، احنا هنبقى في فيلم هير. هن ماشي هنمشي دي نكلم هتخلي الاي اي هنمشي هو نكلم اللي، اي اي ايه. ما ده اوريدي بيحصل يعني. ما خش شات جي بي تي ما وقول له ده اوريدي بيحصل، ارجوك بس بعد كده هيبقى متطور، يعني هيبقى متطور اكتر بكتير فشخ في ارجوك الحوار ده. ونسني. حرفيا هتفتح البت اللي بصوت الصوت البت اللي في شات جي بي تي، وتقعد تكلمها بقى ت... ت... ايه يا ت... صاحبي صوت البت دي؟ هل المرأة أداة؟ ايه يا صاحبي صوت صاحبي، احنا ممكن نتكلم عادي زي ما بنتكلم بره الهوا. احنا قبل الهوا صاحبي. ما احنا على فكرة احنا بنتكلم ايه المشكلة؟ المصيبة لا، اصلا احنا فعلا بنتكلم كده. لا، احنا ما بنتكلمش كده، مش احنا لما بنتكلم في توبيك يعني انا بتكلم في توبيك البودكاستات واللايفات والكلام ده كله، ما بنقعدش نسأل الاسئله دي، بتسيبنا نتكلم بعد انت كده. كذاب، احنا بنفتح توبيك في الكورة بنخلص سياسة، انت كذاب. بالغلط، احنا بنفتح توبيك الكوره بالغلط. انت كذاب، احنا يا احنا اسطى بنبدأ توبيك اي لا، حاجة. بس احنا ممكن نبدأ بتبقى توبيك سموز بتبقى علاقات سموز اجتماعية نخلص طبخ. بتبقى سموز ما تسألنيش. بتبقى سموز تبقى ايه؟ مش بنقول هل بقى انت شايف المرأة أداة، ونكمل، فاهم؟ انا هوديك، انا بجد هقفله من اول حلقة، مش هنكمل. يا اسطى يا اسطى، مش انا عايز اقطع يا اسطى، بالله عليك الكلام ده كله هيتقطع. انا هودينا في داهية من اول مرة، يلا. لا يا اسطى، بص صلي على النبي، بس الكلام ده كله هيتقطع، عليه تمام. السلام. نرجع عليه الصلاة والسلام. لمرجوعنا، تمام. اول الفك مرة. فالفكره كلها في الوحده اللي احنا فيها، يعني فاهم؟ القتال، اكبر ايوه. دليل على الوحده اللي احنا فيها دي هي فكره اللايفات، ان هي اللي هتبدا تنتشر الفتره الجايه. انا زي ما قلت لك لما احنا فتحنا الموضوع ده قبل كده بره الهوا، تمام. بره الهوا. بره الهوا. كان الفكره كلها بالنسبه لي ان انا مثلا لما ليه بحب معتم فشخ، فاهم؟ ماشي ليه؟ الونس يا اسطى، أه الراجل أه الراجل 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 ونس فشخ، فاهم؟ ماشي. يعني انا بحب اقعد اسمع معتم مثلا وهو بيتكلم. ليه مثلا كان لايفات محمود اسماعيل قبل ما يمسحها، يعني كانت بالنسبه لي حاجه ممتعه فشخ. كنت مثلا كل اربع بستنى اللايف، عشان الموضوع ونس فشخ. ليه برجع اتفرج والفيديوهات، ليه اصلا نشغل فيديوهات طول الوقت في العموم؟ عشان هي فكره الونس، فكره ان احنا حتى لو احنا يعني حوالينا ناس كتير، الموضوع متعلق بالوحده اكتر، فاهم قصدي؟ انا شايفها من منطلق تاني بصراحة، او من باب تاني. هو زي ما انت، هي نفس المبدأ، بس شايفه بزاوية تانية. مم. وفي حد ذاتها زاوية صعبة قوي. مم. فكرة ان احنا دايما اتخلقنا في صخب يا اسطى. احنا اتخلقنا حوالينا دوشة مم. في كل حاجة. يعني مثلا لو جيت بصيت لأهالينا مثلا، ما اظنش ان هم كبروا لو يعني اغلبهم على، يعني ممكن اغلبهم كبروا لقوا تلفزيون في وشهم، فاهمني؟ ممكن يلاقوا حاجه زي الراديو، مم. فاهمني؟ بس هي مش اساسيه. فاهم؟ لا، الاساس بالعكس. بتاعهم كان انا مش عارف يعني، انا بتكلم عن تجربتي انا برضه في الاخر، فاهم؟ مم. هم كبروا مثلا حتى لو حواليهم دوشه، فهي دوشه دوشه فعلا حقيقيه، دوشه بشر فعلا. فاهمني؟ فاهم مش قصدي. دوشه اجهزه. مم. فاهمني؟ يعني ودوشه صحيه، فكره لو انت هتلاقيها في الشارع عادي. مم. فاهم؟ لكن الدوشه اللي احنا كبرنا فيها دوشه كمبيوترات، لابتوب، دوشه تليفونات، دوشه تلفزيونات. مم. ففكره العالم الدوشه العالم بقى دي، سريع عموما.
اه بالظبط، فاهم ما انا فكره. اصلا كده آه كنت عايز اتكلم على حوار، يعني انا كنت عايز اعمل فيديو كامل على حوار السرعه في العالم دي يا اسطى. يا اسطى الموضوع متعب فشخ، الموضوع متعب للاعصاب فشخ، فاهم؟ من باب ايه فكره؟ يعني مثلا متعب بالنسبه لي من نقطه التركيز، او مثلا اوصل لنقطه كده معينه. آه من كتر استخدامي للسوشيال ميديا بحس ان انا ما بعرفش اركز، فبضطر ان انا ارستر دماغي تاني. يا اسطى لا، مش فكره تركيز يا اسطى، فكره انت على طول بتجري يا اسطى، مفيش راحه، مفيش راحه يا ابني. ماشي. احنا ما هو دي بجد المشكله الكبيره اللي اصلا مخلاني عايز ابدا اول فيديو أو اول بودكاست في المره التجريبيه دي عن التوبيك ده. ان احنا يا مهم. اسطى محطوطين، حرفيا تلات ارباعنا دلوقتي بقينا محطوطين في ان احنا شايلين هم قبل سننا بكتير فشخ، فاهم؟ ماشي. يعني احنا، ما هو ده ناتج من الدوشه بتاعتك الاولانيه، انت بقى عندك انبوتس كتير لا جدا مش من الدوشه، مش من فوق. الدوشه، ده عشان العالم بقى سريع فشخ. العالم بقى سريع فشخ وفي تطورات كبيره فشخ، في ان هو يلا بينا يلا بينا طب نعمل ده بعد كده، نعمل ده بعد كده، نعمل ده بعد كده، نعمل ده. واحنا اصلا بقينا محطوطين في ناحيه ايه يا اسطى؟ برضه فكره السوشيال ميديا والكلام ده كله بتخليك تشوف اللي هو ايه، ده واحد ده فاهم في كذا، وده فاهم في كذا، وده فاهم في كذا، وده فاهم في كذا، وده فاهم في كذا. فانت بتحس اللي هو ايه، طب انا ليه ما بقاش فاهم في كل ده زيهم، فاهم؟ ماشي. ده انت مش مجبر ان انت تبقى فاهم في كل حاجه، يعني انت ولا انت مش مجبر ان انت مثلا تبقى مجالك في الاعلام وتبقى فاهم في حاجه في الطب مثلا، فاهم؟ اه مش مجبر على ده 100% خالص. بس دلوقتي بقت محطوط اللي هو ايه، لا طب نعرف كذا، نعرف كذا، نعرف كذا، نعرف كذا، انا عايز اعرف كله، انا عايز اعرف كل حاجه. انت مخك مش مهيئ لده. محمود دلوقتي كان لسه بيتكلم في النقطة دي، هي مشكلة أغلبنا. أنا استشفيت ده من كلامه، فكرة إن إحنا محتاجين نشك شوية. فده محتاجين نشك في الثقة بتاعتنا، فاهمني، في ثقة اه معلوماتنا. فده بالتالي خلانا نفهم إن أغلبنا بيحاول يدور على الإيجو بتاعه، أو محتاج يدور على الحاجة اللي تخلي عليه أضواء. يعني يا اسطى بجد، يعني دي مشكلة في حد ذاتها، إن أغلبنا بيدور على سبوت لايت. يا اسطى ليه اصلا، أنا عايز أكون جامد. ليه بندور على سبوت لايت اصلا؟ ليه حد يدور على سبوت لايت؟ ده في حد ذات ليه؟ يعني ليه احنا محتاج احنا تدور احنا يعني؟ ك احنا يعني انا فاهم ان احنا مش اهل ان احنا نقول ده، يعني لاننا بنحاول نعمل كونتنت تمام ومحتاجين السبوت لايت، اي سبوت لايت حرفيا، لا تمام. بالعكس، على فكره انت لو جيت بصيت فيها برضو انت ده ممكن تاخدها من باب المنطلق الاولاني، اللي في الاخر الكلام ده برضو انت محتاج حد يسمعنا، فاهمني. انت عادي تبقى قاعد على القهوه تلاقي حد دخل يتناقش معانا عادي، هنرحب بيه عادي وندخله يتناقش معانا ماشي بس ويقول ستيل احنا لنا شايف ايه. ماشي بس احنا في مجالنا فاهمني. غصب احنا محتاجين سبوت لايت، فاهم؟ انا احنا، بالنسبه لي مش الحاجه انت اللي بالنسبه مش لك الحاجه عشان اللي انت بتسيطر عليا. مفيش قوت، يعني انت ده مش قوت ممكن ما يبقاش، يعني انت ممكن مستقبلا يبقى قوت يومك، فاهم؟ ماشي، ميك سنس. ده ساعتها انا ممكن بسعى ان اخد هو ما على يبقاش الحاجه دي. فيه غيره اصلا، يعني او ممكن يعني لو يبقى فيه حاجات تانية كده كده، فاهم قصدي؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ما انا قلت لك هنشد. لا انا عشان بص، خلينا نمسك حاجه ما نبعدش عنها. لا عادي عادي ليه فكره لا دلوقتي؟ عادي، قشطه نبات. بس الفكره كلها ان انا ايه، عشان انا مصدع فانا مش الربط ما بيبقاش سريع، فاهم؟ طب خلينا نمسك خيط ولو في حد فينا حاول يخرج بره الخيط ده، التاني نبدأه. انا افتكرت احنا فكره. كنا بنتكلم في مهدي يا اسطى. حرفيا عنده كان في الفيديو بتاعه زمان، من وقت طويل، من سنتين ثلاثه. كان بيتكلم بقى الحاجه اللي كنا اتكلم عليها بره، اللي هو برضه اللي هي. اللي هي تبقى حد قريب، ان انت تبقى قريب من سن ابنك وكده، فاهم قصدي؟ مهم. اللي هو فاللي هو اتنرفز، انتوا ازاي تخطيتوا خروجه بالليل، ازاي تخطيتوا نزوله مش عارف فين، السفريه فين، الكلام ده كله. المشكله ده احنا ما بقاش عند، يعني احنا بقينا محطوطين في زون الى حد ما، ان احنا ما عندناش الاوبشنز دي اصلا، او مش ما عندناش، عندنا حاسس بس ان ما احنا عندناش شردنا بنفس شويه عن الكونتكست الاساسي. هو ده الكونتكست الاساسي. لا، فكره مشاكلنا كجنزيز. ما هي دي مشاكل جين زي، اللي هي. اللي هي يا اسطى ان احنا حرفيا
اوسخ جيل عدى يا اسطى. اوسخ جيل عدى من طويل فشخ. انت يا اسطى يعني جيل مهدي وجيل ما قبل مهدي مثلا، يعني انا شايف ان اكتر جيلين، يعني اكتر جيلين ممكن يبقوا تعبوا في الحقبه الزمنيه اللي هي ما بعد ال انا باين مثقف فشخ. اه انا شايفك دلوقتي عارف الميم اللي هو اه تموت صعيد الامور. اه انا عندي عندي تعقيب بسيط، تمام. اه ان الجيل اللي ما بعد الحرب العالميه، تمام، اللي هو كبر ما بعد الحرب العالميه، مش اللي هو التانية ولا مش هو الاولى؟ اتولد. التانية. اللي هو جيل جدي، اه اللي هو جيل جدي مثلا وجدك وكده. احنا اكتر جيلين تعبنا. احنا هم كانوا في فتره انتقاليه، واحنا اصلا دايما محطوطين في فتره انتقاليه، واحنا مش محطوطين في راحه. يعني جيل ابويا وجيل ابوك، وممكن يعني اللي هو جيل الميلينيالز وجيل والله جيل الميلينيالز مطوط معانا يعني لحد ما. بس الجيل اللي قبل الميلينيالز، مش عارف اسمه ايه يعني. تمام. آه، يا اسطى احنا بجد اكتر، احنا عشان في فتره انتقاليه، احنا جين اكتر. اكس، جنريشن اكس، اه احنا جنريشن اكس. اه احنا اكتر يعني هما يعني الجيل اللي في النص ده. تمام. كنت لسه بتفرج على الحلقه بتاعت، احنا هنفضل ندي شوت اوتس كتير فشخ عموما. الحلقه بتاعت سعداني اللي هي بتاعت ليه بنكره الاتش ار، ان هو كان بيتكلم ان ابوك ولا كان محتاج اتش ار، ولا كان محتاج ان هو يجاوب على سؤال حتى هتبقى فين كمان 5 سنين، ولا محتاج كل ده. عشان كان محطوط في العالم كله يعني في العموم. كان محطوط في فكرة اللي هو ايه، احنا في هنعمل مشاريع كتير، هنوظف شباب كتير من غير اي حاجة، تمام، عشان هم في الاول وفي الاخر هي هيشتغلوا، فهيقدروا ان هم ماشي يشتروا الحاجه اللي احنا اصلا بنصنعها. ماشي. فعشان كده تلاقي ان ابهاتنا اللي ما كانوش في عمل حر. يعني انا اهلي يعتبر كلهم كانوا في عمل حر اكتر يعني، مش كتوظيف، بس اللي كانوا في توظيف، تمام، حرفيا ال الشغل بتاعهم هو بقاله 40 50 سنه. لا اوفر، ماشي يعني 30 سنه مثلا. لا عادي يعني، ماشي. في ناس عادي أربع... ممكن واحد او حد بدأ شغل في سن صغير وده شيء مؤلم جدا، هتلاقيه كمل 40 سنة عادي. ماشي، مفيش الفكره ان هو ده اللي موجود عندك، بس اللي بعد كده، يعني انت تخيل مثلا يا اسطى، حد قال لك انا مثلا آه، في الظروف الاقتصاديه ان مفيش تضخم كبير، تمام. ماشي انت مثلا المرتب بتاعك كذا كذا، اللي هو مرتب هين، مرتب كويس، ومع الوقت مع الترقيات الموضوع ده كمان هيزيد، تمام. بس انت هنا 40 سنه او 30 سنه، فاهم؟ ده عبال ما مرتبك يزيد ولا انت بادئ بيه؟ لا انت كده كده اللي انت هتبقى بادئ بيه، هو في الاول وفي الاخر هو حاجه مرتب كويس فشخ. ماشي هم وقتها كان حرفيا بيجي لهم جواب، هم اللي بيجي لهم جواب توظيف، مش بيروحوا يقدموا سيفيهات والكلام ده. ماشي منطقي. فاهم قصدي؟ فانت متأمن لمدة 40 سنة من حياتك. احنا بقى يا اسطى انت مجبر من ساعة من اول ما يبقى عندك مثلا حوالي، يعني انت حرفيا بتشوف الميم اللي هو بتاع جايب طفل في سونار، وبيقول له ايوه اتفرج عليا اهو يا عم، اتفرج عليا وانا وانا مش قاعد بذاكر جيومتري مثلا، فاهم؟ فاهمك اه. مش بحضر دكتوراه قاعد بتسكع في بطن امي، فاهم قصدي؟ ومش بشوف ايه اهم لغة برمجة كمان 10 سنين. اه فاهم، حرفيا بقى احنا كلنا بقينا محطوطين في الزون دي. والفكره ان مفيش شغل، فاهم؟ ماشي. وحتى لو في شغل، انت حرفيا دايما مهدد في الشغل ده. انت حرفيا بتقعد تنط من شركه لشركه، على طول مفيش اي امان، مفيش اي راحه. فانت على طول اصلا غصب عنك يا اسطى، القلق ده بيفضل يتكون غصب عنك، والسرعه دي بتفضل تتكون غصب عنك، عشان انت محتاج تجري. انت حرفيا ماشي ما ده على لو فكرة، ريحت ما ده مفيش. ده سؤال حلو قوي على فكرة. ده يمكن ده سؤال هو اللي هيخلينا يمكن نمسك بقية المفاتيح. احنا ليه اغلبنا قلقانين؟
عشان الزمن قلقش. ما دي فكره، ليه اغلبنا قلقان يعني حرفيا مثلا ليه قلقانين من حاجه لسه ما جاتش، بس يعني حاجه ما نعرفش عنها حاجه. احنا كل اللي بنعمله دلوقتي ان احنا بنحاول نقدم السبت علشان يجي الحد. يا اسطى عشان فاحنا مفيش ليه قلقانين واحنا عشان مفيش ماشي كده. اي حاجه متخططه. انت يعني انت مثلا يا اسطى قبل كده كان زمان برضو يقول لك ايه، هنتعلم، هنتخرج، هنلاقي شغل. تمام. احنا ماشي. اتعلمنا اهو يا سيدي دلوقتي، هطلع نلاقي شغل. ما هو احنا عشان ماسكين النسق ده بقى بقالنا سنين، فاللي هو في ناس اوريدي اتعلمت واتخرجت واشتغلت، فاهمني؟ فهم فاكرين ان العجله كده دايما هتفضل ماشيه، فاهمني؟ اللي هو ناس هتكبر تتخرج هتلاقي شغل، اللي بعديهم هيكبروا يتخرجوا يلاقوا شغل. بينما انت كل سنه حرفيا بيطلع لك خريجين، فاللي هو مفيش مكان هيفضل كل سنه يجيب خريجين جداد، فاهمني؟ اكيد آه... في استكفاء. مم. فبالتالي انت قلقان من المبدأ ده علشان هو للاسف بقى قديم، فاهمني؟ يعني لو انت رابط الشهاده مثلا او التعليم هي لا، بمبدأ هي ان انت الفكره مهم كلها، بالنسبه الفكره لك. كلها في التخطيط. الفكره مش في حاجه، انت مستقبلك اصلا متخطط. على قد ما هي دي حاجه ممكن ايوه ممكن تبان اللي هو ايه، طب مش عايز طب انا كنت عايز اعمل كده، ولا عايز اعمل كذا، ولا عايز اعمل كذا، فانا مش هعرف اعمله دلوقتي عشان مستقبلي متخطط. ماشي، انت ممكن اصلا في الحاله دي مش عارف هل كان عندهم رفاهيه دي في وقتها ولا لا، يعني ان انت ماشي هتختار المجال اللي انت بتحبه. تمام. وفي نفس الوقت ايه، انت مرتاح. فاهم. ايوه، ما خد ده في خانه ان هو متخطط. هو ما تخططش ليك، هو اتخطط للي قبلك، واللي قبلك خد التخطيط ده عايز ايوه يطبقه عليك. دي في ايوه حد ذاتها يا ابني، مشكله. مش فكره ان هو عايز يطبق، يا ريت يطبقه عليا. لا هو يا ابني، هو احنا اوريدي هم عايزين نطبق، اهالينا كلهم عايزين نفس السيكونس ده، فاهمني؟ نفس يا السيكونس ان ابني، انت ما هو ما خلاص هو خلصت السيكونس ما هو اتخرجت. السيكونس ما بيحصلش. ما هو ده اللي بكلمك فيه بقى، ان انت دلوقتي ما بقاش فيه ايوه ما سيكونس بتاع ان انت تتخرج هتلاقي شغل، والشغل ده هيفضل ملازمك باقي عمرك. فاهم قصدي؟ ايوه ما هو طبيعي يا حبيبي، عشان انت الاحتياجات اتغيرت، فطبيعي جدا ان انت السيكونس ده يتغير. هم مش مدركين ده يعني، ودي مشكله في حد ذاتها، ان في نقطه صعبه جدا حصلت من بعد ما التكنولوجيا ابتدت تظهر والنت ابتدى يظهر. في نقطه صعبه قوي بتحصل، ومن بعديها كل القفزات او اي حاجه بتحصل حواليها بعديها بتيجي بسرعه قوي، فاهمني؟ ما يعني لو جيت من 10 سنين، مم. او يا عم مش 10 سنين، جيت من 6 سنين، مم. كنت مثلا اكبر حاجه الناس هيقولوا لك اتعلم لغه برمجه، فاهمني؟ طيب هي ايه؟ لا اتعلم اي لغه، فاهمني؟ لو رحت دلوقتي حد قلت له اتعلم برمجه هيقول لك اتعلم حاجه تخص الاي اي، مم. هيحددها لك، مم. فاهمني الكلام ده؟ في حاجه زي دي حصلت بسرعه جدا، مش حاجه سريعه. ده بالعكس، ده في ناس بتقول لك دلوقتي ما تتعلمش برمجه علشان الاي اي هو اللي هياخد البرمجه، هو اللي هي هو اللي هيبرمج. اتعلم ازاي تستخدم الاي اي. مم. يعني مثلا انا في مجالي في الجرافيك ديزاين، في شركه كبيره جدا مؤخرا طلبت شخص يشتغل بالاي اي بس، مم. فاهمني؟ يعني شخص كل وظيفته ان هو يكريت فيجوالز بالاي اي بس، مم. فاهمني؟ ماشي، بدل بس الجرافيك انا ديزاينر بكلم. بقى بقى دي وظيفته. فالفكره كلها ان هم لسه فاكرين ان الحياه ماشيه بنفس الريتم القديم، يا حبيب قلبي، فاهمني؟ بينما احنا انا مش مشكلتي معاهم، انا مشكلتي ان الريتم الجديد اصلا ما فيهوش. انت بتتكلم ليه احنا دايما متوترين؟ عشان الريتم الجديد والحاله الجديده اللي احنا فيها اصلا هي ما فيهاش استقرار. انت مستحيل وصعب تلاقي الاستقرار. حلو. ده في حد ما ده في انت ما انت دي على طول من مهدد، انت على طول المشاكل. 100% مهدد. ما دي في حد بالظبط، انت بتحاول تستقر، دي في حد ده انا فاهم ده. فبس من المشاكل اللي انا شايف ان هي بتأثر فينا فكرة ضغط البيت مثلا، فكرة ان انت لازم تلاقي شغلانة، ولازم يكون شغلانة مستقرة. طب يا جماعة انا لقيت شغلانة مستقرة، بس للأسف مش عايز افاجئكم، بس الشغلانة اللي لقيتها دي مستقرة 5 سنين بس. ايوه، ما هو ده اللي بكلمك فيه. هم سنتين، سنتين خمسة كده او حاجة يعني. ما طب يعني انت مش. والفكره انت الشغلانه اللي وصلت لها بعد اللي هي 5 سنين دي، انت مش شغال بقى، شغاله قبلها قد ايه كمان؟ فاهم. وهتاخد، او هل فاهمك، او اه هل يعني فعلا خدت قد ايه هتاخد عشان الاجر توصل اللي انت للمجال؟ تستحقه في الحاجه دي؟ فاهم. ماشي فاهمك.
ما انت كل ده في انت. حد ذاتها يمكن دي في حد ذاتها برضو احد اسباب القلق الاهم، برضو فكره ان هو ايه هيكفي ايه. مم. انت ما تعرفش انت محتاج كام عشان يكفيك ايه، فاهم؟ يعني مثلا كنت تروح مثلا لابويا ولا ابوك مثلا من 20 سنه ولا من 30 سنه اظن، ان مثلا كانت اقصى طموحه ايه؟ مثلا يجيب عربيه، يجيب شقه، لا يا فاهم؟ اسطى، كان عندهم الرفاهيه دي فشخ، كان عندهم رفاهيه انا فاهم حرفيا انا فاهم حرفيا قصدي كانوا. بس فكره. مم. انا فاهم بس قصدي فكره اللي هو ايه، هو كان عنده سقف الطموح، وفكره ان هو ايه. يعني انا لو جبت تاكسي مثلا وشغلته هيعيشني ملك، مم. هيريحني. لو جبت شقه مثلا وأجرتها هتريحني، فاهم؟ ماشي احنا ما انا يا عندناش اسطى، السقف ده، يعني ده احنا. ابسط حقوق. ان مم. انت مثلا يكون عندك سقف. انت توقعاتك الماديه، ما مش توقعاتك الماديه، انت ترتاح عنده على الاقل، فاهمني؟ اللي هو تحس ان انت ممكن ترتاح عنده. مم. مش موجود. انت دايما عايز، وده اللي انا شايفه، ان اغلبنا عايز. كمثال مثلا وصل ل 10000، لا انا عايز 20. وصل ل 20، لا انا عايز 30. وصل 30، انا عايز 50. فاهمني؟ ما طب انت انا راحتك فين؟ مم. انت هتقف امتى؟ ما فاهمني؟ دي بالظبط، في حد انا بالنسبه لي حاجه في حد فكره. ذاتها مشكله بالنسبه لي. مم. انا فكره ان انت اصلا يا اسطى ما ينفعش تخلي يعني هو فعلا انت المفروض اصلا من قبل اي حاجه ان انت تبقى محدد انت عايز ايه، فاهم؟ ده يعني مش انت متاح دلوقتي، للاسف مش متاح ليه مش دلوقتي. متاح انت دلوقتي؟ اصل انت، يعني انت لو جيت بصيت لها مثلا مبدا، يعني مثلا احنا في سننا مثلا، مم. فاهمني؟ انت محتاج ايه مثلا يكون متاح ليك ماديا كمان 10 سنين؟ ابسط حاجه بيت مم. ومأكل ومشرب، فاهمني؟ مم. وملبس. مم. يا عم رفاهية، عايز تقولي مثلا رفاهية، ماشي. حق خمس بقى. حاجات مهمين جدا. هل هتقدر تحدد من دلوقتي الميزانية اللي انت ممكن تاخدها توفر لك الخمسة دول مرتاحين كمان 10 سنين؟ لا بس انت تقدر تحدد رغباتك انت دلوقتي ايه، او والرغبات اللي انت عارف ان هي مش هتتغير. زي ان ايه، انا بالنسبه لي اللي هو اللي هي المفروض ان هي دي الحاجه دي تبقى هي هدفك، فاهم؟ يعني ماشي. ما انا هدفي ان كمان مش 10 سنين الرفاهيات. يكون، مم. ما انا هدفي ان كمان 10 سنين يكون عندي بيت، ويكون عندي اكل وشرب و... ويا عم لو انا متجوز وعندي اولاد اقدر اوفر لهم امان مادي. ماشي يبقى تسع هل يبقى. وانا بقول لك من دلوقتي مم. مش هقدر تماما خالص ان انا احدد انا ممكن ادور او يجي لي كام كمان 10 سنين عشان يوفر لي الحاجات دي مرتاح، من غير ما ابتدي احس ان انا شلت ضغط زياده، مم. او شلت هم زياده ان انا اوفر، او ان انا مثلا اشتغل شغل زياده عشان اوفر ده بشكل مرتاح. فده ماشي. مقلق. انا شايف ان كل حاجه انت بتتكلم عن فكره التضخم بعيدا بقى فكره التضخم، فكره ان ده، ما هو ده يعني حتى لو فكره اتكلمت عن فكره التضخم ده في حاجه في حد ذاتها مقلقه ليك برضه، فاهمني؟ ماشي. يعني انا حاسس ان يعني بتهدد استقرارك. ماشي. بس انت ايه في فرق بين التضخم والهدف. انت هدفك يا اسطى مثلا ان انت عايز اعيش مرتاح بس، نقطه. ماشي، ما ده اصلا ده مش هتعرف تعمله. ليه؟ او انت قلقان انك ما تعرفش تعمله ليه؟ مم. علشان واحد اتنين تلاته، ممكن الواحد اتنين تلاته دول اتنين وتلاته يكون سببهم التضخم. ايه الواحد اتنين تلاته؟ ممكن يا عم واحد، ما انا بضرب مثال، مم. فاهم؟ ممكن اتنين وتلاته دول مع بعض يكونوا سببين، الاساس بتاعهم التضخم، مم. فاهمني؟ او يكونوا عاملين المسبب بتاعهم التضخم. مم. فكره ان ماشي. انا وكل مثلا حاجه وكل منهم حاجه ان في انا مش الحالات. قادر احدد، مم. على متوسط اللي انا المفروض يدخل لي وقتها علشان ارتاح، هيكون عامل ازاي. انا مش عارف، فاظن بشوف ان ده. حاجه زي كده تبقى تبقى تتساب للوقت. طب ما انت لو فكرة انت سبت ده للوقت، طب ما انت بتجري ليه؟ فاهمني؟ يا حبيب قلبي، انا بجري دلوقتي عشان اعرف مثلا ان وانا يعني مثلا اللي هيبدا يجري مثلا هو عنده، عشان اللي هيقدر يجري هيبدا يجري وهو عنده 18 سنه، غير اللي هيبدا يجري وهو عنده 25 سنه في الاغلب يعني، فاهم؟ ماشي، فاهمك في النقطة دي، بس فكرة ان في الاخر هي لوب هترجعك لنفس النقطة. انت بتجري ليه؟ علشان خايف. طب خايف من ايه؟ عشان واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة اربعة. طب ما واحد اتنين تلاتة اربعة دول هتعرفهم مع الوقت. طب انت بتجري ليه؟ ما علشان خايف. طب خايف من ايه؟ ما عشان واحد اتنين تلاتة اربعة. ماشي. طب ما واحد اتنين تلاتة اربعة دول هتعرفهم مع الوقت، هي لوب ما انا فاهم. هترجعك لنفس النقطة. مم.
اللي هو في الاخر بنسبه كبيره جدا انت بتحاول تدور على الامان. طيب انت الامان ده بتدور عليه في ايه؟ فكره ان انت محتاج على الاقل ابسط حاجه، وظيفه مستقره. مم. فاهمني؟ طيب هل تفتكر دلوقتي احنا وصلنا وده المشكله الاصعب، فكرة ان احنا دلوقتي وصلنا لمرحله ان تحس ان انت بقى مطلوب منك ما تبقاش موظف؟ يعني دي بتضايقني جدا. اصلا انت انت اصلا مطالب انت منك اصلا انك مش عارف تلاقي الوظيفه انت مش عارف تلاقي وظيفه اصلا مستقره ولا مش مستقره، فاهم قصدي؟ اه بالظبط فاهمني. والاوسخ من ده، ومهدد او الانهى من ده، ومهدد كمان. اه ان انت في اي مهدد. هيجي يركبك، فاهم؟ والانقح ان انت في موجه بتطالب منك انت ما تكونش موظف، بتطالب منك انك تكون رئيس شركه. حرفيا حرفيا يا اسطى. فاهمني؟ طيب يا اسطى انا بس انا واللي ده بتضايق قوي من يعني انا مثلا لما باجي اشوف اوفرز وكده، بشوف عايزين كونتنت كريتور. انا متاكد 100% ان كونتنت كريتور اللي حط الجمله الكونتنت كريتور اللي حاطينها دي عاملينها بس عشان يعرفوا يحلبوك. اه يعني بالظبط. انا يعني وانا انا بقول بقدم لك على اهو. كونتنت كريتور انا متاكد 100% ان هم حاطين اكتر شيء في تعميم عشان بس يقدروا يحلبوك. ليه؟ اصل هو معروف، احنا مثلا انت مثلا لو بتعمل كونتنت معروف ان انت في الاول على الاقل تمام، في الاغلب انت اللي هتمنتج، انت اللي هتصور، انت اللي هتكتب، انت اللي هتماركت، انت اللي هتعمل كل حاجه. فانت كونتنت كريتور ده لامم تيم الماركتنج، تيم وفي ناس بتعمل الثامبنيلز مثلا نفسها، اهو تيم الجرافيك ديزاين، تيم تيم الكتابه كوبي رايتنج، تيم كل حاجه، فاهم؟ ماشي. طب ما تمسكوش شركه فعلا زي ما انت بتقول. طب ما ليش ما تمسكوش شركه؟ طالما هو هيعمل كل حاجه، طالما هو اه عنده حرفيا عنده بيبقى الصلاحيات ان هو ناقصه يعمل كل الجانب حاجه. بيبقى ناقصه الجانب الاداري والمالي بس عشان يقدر يفتح شركه. او الاداره والماليه ده هيبقى يعني حرفيا يعني في حياتي. يعني انت مثلا لو بدات لو انت مش فريلانس، هي فريلانسر كيوتيوبر مثلا او كده، هتبقى انت اللي بقى انت مثلا اللي بتدير الاموال اللي داخله واللي طالعه. انت اللي بتدير ايه اللي هيتصرف في المعدات، ايه اللي هيتصرف في التوضيب، ايه اللي هيتصرف مش عارف ايه اللي هيتصرف في الكاميرا، فاهم قصدي؟ انت حرفيا في الحاله دي بقت لوحدك شركه. فهم عايزين بقى ايه؟ انا بحس ان هم يعني عايزين ده. في الاخر اروح يقول لي يا اسطى عايزينك تكتب هوك البوست. ها، هتعرف تكتب هوك البوست؟ بص انت اللي انت انا بتعمله عندي ده، انت مشكله. الكونتنت اللي انت بتعمله ده اي حد يقدر يعمله. عليه عشان الاي اي. طب يا جدعان، طب يعني هل احنا هنبدأ نختزل كل حاجة في الاي اي؟ فاهم؟ هنختزل الحياة في الاي اي؟ ما بص هو ممكن تخلي نقطه الاي اي دي لقدام شويه، بس انا لان انا عندي مشكله تانية اصلا دلوقتي. فكره يعني انت لو رجعت شويه فكره نقطه الامان، ان انت تشتغل موظف. انا عندي فوق ان انت مش لاقي مش لاقي شغلانه تكون فيها موظف مستقر، وفوق ان انت مش ما لاقي شغلانة بتبقاش ثابت. تلاقي فيها موظف اصلا. اه بالظبط فاهمني. وفوق ان انت ما بتبقاش مطلوب منك مطالب واضحه. امم فاهمني؟ انت بيبقى مطلوب منك حاجات كتير جدا. انت في موجة ان انت المفروض مطالب منك تكون رئيس شركة، بتخلي فكرة الموظف في عين اغلب جيلنا حاجة حقيرة. فاهم؟ اللي هو لا انا مش عايز اشتغل موظف، انا عايز ابقى مدير نفسي. يا اسطى لا، ودي ده على ده فكرة عشان ده عشان التنمية البشرية يا اسطى. انا بالنسبة لي ما لا بحبش لا 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 لا. مم. خد ده في خانات كتير جدا. خد ده في ماشي. خانات انا كتير انا جدا. بالنسبة لي عن نفسي انا ما بحبش ان انا ابقى موظف. انا عن نفسي انا يعني اقول لك كأنا. حاجة، مم. اغلبنا مثلا كمصممين رياضيين دلوقتي، اغلبنا شغال من بيته، مش شغال من الشركات. احنا اغلبنا ما بيعرفش ينزل يتعامل في شركات. اشمعنى؟ ودي حاجه ما بيحبوش يتعاملوا في شركات. من غباء دي حاجه يعني في حد ولا ايه؟ ذاتها اصعب. بجد يمكن دي من الحاجات اللي انا فعلا انا مش فاهم ايه سببها. فكره ان اغلبنا بيسعى دايما ان هو يشتغل من البيت مش من الشركه، حتى لو الشركه جنبك على بعد شارعين منك. حاسس ان دي حاجه حابب ان أنا اعملها وان اشتغل من البيت برضه. حاسه ايام راحه يا اسطى، تريح دماغي. لا لا، بعيدا عن الراحه، فكره انا مش عايز اشتغل في الشركه عشان مش حابب اتعامل، او مش عارف اتعامل معاهم. امم بحاسس ان معلش البلد عامل معايا الدقيقه اه بيضرب في اللحم. اه ده بي- دي بيقيم ديب. اه زكام بيقيم
انفلونزا فاهم. بيقيم موظف. اه بيقيم موظف. يا اسطى احنا دمنا بقى فبعد احنا دمنا بقى تقيل. بنلم الترند. اه. كمل كمل. فانا بقى عندي مشكله في فكره ان انت انت مش فاهم انت عايز ايه. دي في حد ذاتها مشكله. طب هل انت يا ابني عايز تكون موظف؟ لا انا عايز اكون مدير شركه. طيب انت عايز تكون مدير شركه ايه؟ عايز فلنفترض ابقى مدير مثلا شركه ليه؟ شركه يا عم ماشي. يعني فلنفترض ان انت دلوقتي بقى حقك يا عم، انت عايز تبقى مدير شركه. انت ماشي. لسه مش مستوعب فكره ان الاداره دي فن مش يا عارف اسطى وانت في اكتر مثلا. وقت ما ينفعش اصلا تبقى في حد، يعني صعب ان انت يبقى معاك يعني اهالينا بنرجع لنقطه اهالينا كان عندهم الرفاهيه دي، كان عندهم رفاهيه اللي هو ايه، طب ما تيجي نجرب هتشوف يعني ان اهالينا ان مثلا ايه كانوا شويه، طب يلا بينا نفتح كذا، طب يلا بينا نفتح كذا، طب يلا بينا نجرب كذا نجرب كذا نجرب كذا. هم كان عندهم الرفاهيه دي، كان عندهم رفاهيه ان هم يجربوا ده ويجربوا ده يجربوا ده ويجربوا ده، فاهم قصدي؟ احنا ما عندناش الرفاهيه اه دي. انت حرفيا لو جيت تعمل مشروع، تمام، انت يا بتحط تحويشة حياتك يا بتحط قرض هيحبسك. وفي اوسخ من كده بصراحه في نظري انا. بتضيع وقت كبير جدا لو مثلا جيت تحاول تريكفر بقى الوقت اللي انت ضيعته في الحاجه دي، بتكتشف ان العالم سبقك بكتير. مم. فاهم؟ يعني مثلا لو فرضت مثلا ضيعت وقت في انك تفتح شركه وجربت ان انت تفتح شركه، مم. وعلشان تعرف الشركه دي ابسط شيء قعدت سنه. مم. السنه دي فعلا ممكن تكتشف ان فاتك كتير جدا منها. يعني من دلوقتي مثلا، لو جيت لي دلوقتي من سنه، لا بجد حصل تطور رهيب جدا في مجال زي الجرافيك ديزاين مثلا. فاهمني؟ لو في حد كان في السنه دي قرر ان هو يخرج بره عباءة ان هو جرافيك ديزاينر، ويخش في خانة ان هو يكون شخص اداري بيتابع وبيكلم وبيحاول يجيب عملاء و لا هو فاته كتير. مم. سنة الجيش بجد بتفرق. يعني سنة الجيش بجد ممكن تضيع فرص. مم. فاهمني؟ دي في حاجة في حد ذاتها مقلقة. وبعدين برضه مقلقة لأغلبنا ان احنا اغلبنا عايز يجري يعمل حاجة قبل الجيش. اه عايز فاهمني عايز فكرة؟ يأمن يعني أنا نفسه مثلا عشان عندي يطلع من الجيش يلاقي نفسه تمام. فاهمني؟ يعني مم. عندي واحد صاحبي مثلا داخل الجيش خلاص ال10 ايام اللي جايين دول، هو قلقان جدا يخرج ما يلاقيش لنفسه مكان. لان هو مثلا خد باله الفرق الشاسع اللي عمله الاي اي في سنة، في اقل من سنه. مم. يعني الاي اي من في الست شهور الاخيره دي عمل فرق رهيب حرفيا. السنة اللي فاتت في كلها وظيفه عموما. خرجت لا بجد. يعني مم. مثلا لو جيت اتكلمت عن الاي اي بشكل خاص، مم. الست شهور الاولانيين في السنه الاخيره دي حاجه، والست شهور التانيين حاجه تانية تماما. مم. في وظايف خرجت في 6 شهور. مم. عايز اقول لك في شركه مبنيه بالكامل على الاي اي، شغاله مع اهم صحفي دلوقتي فابريزو فابريزيو رومانو. رومانو. كل الفيجوالز بتاعته اي اي. كل الشغل بتاعت رومانو الشركه اي اي. كلها اي اي دلوقتي. كل الفيجوالز بتاعته دلوقتي اي اي. اوكي. واللي بيعملها شركه يعني هو كل يعني هو الكل هو كل بيطلع هو بيطلع عليهم بوشه ده بيبقى اي اي. يا اسطى انا كنت لا مقتنع، انا يعني كنت متوقع ان هو اي اي عموما، يعني دي حاجه ما كانتش بعيده عني يعني. لا بجد اي ديزاين بينزل عنده اي اي، ومش الشخص اللي عامله. في مم. شركه كامله مبنيه على الاي اي. مم. هو السلوجان بتاعهم غالبا حاجه كان ليها علاقه بان ان الاي اي يعني هنوريك ازاي الاي اي هيغير من الاندستري بقى بس هو يا اسطى والكلام ما ده. عندوش ديزاينز قوي يا ففي- اسطى يعني. ما دي المشكله في حد ذاتها. لو انت لو رحت بصيت انت ممكن عينك ما تاخدش بالها ان اللي نازل ده ديزاين. فاهم؟ يا اسطى مش انت ممكن الدرجه، ده تعتبرها صوره عاديه. جايب صوره لكوبي ماينو وجنبه روبن اموريم عادي يعني، مش يعني مش عارف. يا ابني حتى لو فكره اللي هو لما انت بتصعب ان مثلا خلال 6 شهور حصل تغيير جذري مم. خلاك تفتح شركه. يعني خلى شركه خلى في مجال جديد يطلع، او مش يطلع، خلى في مجال جديد رجله تثبت في الارض لدرجه ان في شركه كامله تقوم عليه. مم. فاهمني؟ فده في 6 شهور. تخيل اللي داخل سنه ده ممكن يطلع يلاقي ايه. فاهمني؟ مم. فدي حاجه في حد ذاتها بالنسبه لي عامل مهم قوي. انت خليك قلقان فكره الوقت بيجري بسرعه جدا. يا اسطى والفكره فاهمني؟ الفكره في حاجه، انت حرفيا دايما محطوط في ضغط
زي ما بقول لك انت محطوط في ضغط قبل سنك، تمام. يعني زي ما بقول لك احنا هم كانوا قبل كده مثلا ايه، لا انت حتى الكلام ده مش من بعيد، مثلا الكلام ده في الناس اللي اكبر مننا ب5 سنين مثلا 10 سنين، فاهم قصدي؟ اي نعم هم دلوقتي بقوا محطوطين في المطحنه مع لحد ما معانا يعني. بس في نفس الوقت اللي هو ايه، طب لا بعد ما تتخرج، بعد ما نتخرج مثلا، طب نشوف نعمل كذا، بعد ما نتخرج نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا، فاهم قصدي؟ اه دلوقتي حرفيا مبقاش فيه الرفاهيه دي. انا بحس على انا مفيش، لسبب انت اصلا انت حرفيا محطوط يا اسطى تحت السياسات العالميه بتطحنك، الاقتصاد بيطحنك، مش عارف حرب هنا، مش الحرب هنا، حرب هنا، المشاكل النفسيه نفسها بتاعت السوشيال ميديا والتيك توك والكلام ده كله، المقارنات كل ده يا اسطى بيحطك تحت المطحنه. يعني انا بتاع ده احمد شعبان واحد من الناس اللي على تويتر يعني العتاوله اللي انا بحبهم يعني، فاهم؟ كان بيتكلم يا اسطى ان حرفيا جينزي محطوط في اوسخ ظروف عدت بكتير. انت دايما بتشوف الناس الكبيره، بتشوف الجيل الاصغر منها، ده انتوا ما انتوا مش هتقعوا على جنه، فاهم قصدي؟ انتوا جيل بايظ. فاكر يمكن ده يمكن ده الفرع الاساسي. فكره ان احنا اتزرع في دماغنا البحث دايما عن الراحه، اللي هي بالتدريج هتاخدها من خانه اتعب قوي في ثانوي علشان ترتاح في الجامعه. يا اسطى ما احنا يمكن على ما فكره احنا ما انت يمكن دايما ما انت دايما ما احنا كبشريه عايزين ندور على راحه دايما. ما هي يعني ده كده انا فاهم فاهم، كان. بس هقول لا. يمكن مثلا زمان الموضوع كان قايم اكتر على شهاده وتقدير، بمعنى ان مثلا لو خدت بالك من الافلام بتاعه حتى في مشهد معروف قوي تقريبا لنور الشريف، او مش فاكر كان ايه المشهد بالظبط، لما حد من اولاده قال له بيت شارع البحتري تقريبا او حاجه زي كده. مم. انت عارف المشهد ده؟ لا يا اسطى انا المهم يعني لسه شايف مشهد بتاع حنان ترك و... واحمد حلمي في سهر الليالي، بتقول له انت اتجوزتني عشان عشان تسكن في بيت بكام الف جنيه. بكام ايه؟ بكام الف جنيه، بتذله يا اسطى، بتذله عشان عم عايشاه في بيت بكام الف جنيه. بال1000 جنيه؟ بكام الف جنيه، بيت بكام الف ما جنيه. كلمنيش ما كلمنيش ليه؟ طب كنت اديته له من مرتبي عادي والجنة اتحاسبنا مثلا بعديها 3 4 5 6 سنين ولا حاجه، كان اه ادوني ب 14000 ولا يا حاجه. اسطى انت متخيل احنا وصلنا من ايه لايه، فاهم؟ كام بنت كام ايوه الف، يا ابني، ما انت وبتذله متضايقه قوي، ده يقول لها انا خسرت صاحب عمري، تقول له امسك كلامك بيت الف بكام الف جنيه. انت متخيل؟ لا لا لا، بس بجد والله انا فعلا اخدت بالي من الحاجه دي. فكره ان هم زمان كانوا ممكن يكونوا بيتعلموا لفكره التعليم، عكس ما احنا اتعلمنا لفكره او لزرع فكره ان انت بتتعلم علشان مش عشان عشان مش عشان انت بتتعلم، انت بتتعلم عشان حاجه تانية ايا كانت هي ايه. بتتعلم علشان مثلا ما تخش جيش سنه. فاهمني؟ يعني انا اتفاجئت مثلا ان في ناس مثلا اتزرع فيهم فكره ان اتعلم عشان تخش جيش سنه مش سنتين، مم. اتعلم علشان لا يا تخش اسطى كليه زمان كويسه. زمان لا زمان كان اتعلم عشان تشتغل يا اسطى، مش الكلام ده. ليه كان حد، ليه كان ناس معهمش حرفيا هيدفعوا اللي وراهم قدامهم عشان انهم يتعلم. حتى لو كانوا بيستمتعوا بفكره التعليم، يعني مشهد زي ما بقول لك، مشهد زي بتاع نور الشريف ده، مبين قد ايه فعلا حاجه زي التعليم كانت مهمه وقتها. فاهمني؟ مم. عكس دلوقتي انا مش مقتنع يعني. حتى هي لا تربيه ولا تعليم. ايوه فاهم؟ مش هضرب معاك يا اسطى، اصلا مفيش حد بيروح المدارس يعني، انت صباح الفل انت هتربي مين ايوه تعلم ايه؟ ما ده بالذات بعد موضوع الكورونا، الموضوع ده زاد جدا. فكره ان انت دلوقتي ما بقاش في مدارس اصلا عشان يبقى في تعليم. مم. فاهم؟ فانت هتدور على التربيه فين؟ يعني لو على البيوت فاحنا عارفين اللي فيها. فاهم؟ ولو على المدرسين هتدور فاحنا لو على السناتر فاحنا عارفين اللي فيها. بالظبط. فاهم؟ فانت هتدور على الاثنين دول فين؟ فدول اهم حاجه. طيب خد ده بقى على اساس فكره ان انت مثلا اتزرع فيك فكره ان انت بندور على الامان، فانت دايما بتجري عشان تدور على الامان.
خلص خش ثانوي عام، عشان ثانوي عام احسن من صنايع. ليه؟ عشان هتعرف تشتغل. طيب دخلت ثانوي عام، محتاجين نعمل ايه دلوقتي؟ اتعب بقى في ثانوي عام علشان ترتاح في الكليه. خلصت، اكتشفت ان انت المفروض تخش الكليه، لا ما ارتحتش، بل محتاج توسع افاقك شويه، كورسات، كتب او غيره. ليه؟ عشان تخرج تلاقي وظيفه مضمونه. خرجت ما لقيتش وظيفه مضمونه، فبالتالي ما لقيتش امان. طب اعمل ايه؟ امم. محتاج تغير، تعمل كارير شيفت. فبالتالي انت محتاج تشوف مجال جديد، او حتى تزود فرص شغلك، او فرص ان انت تلاقي شغلانه في المجال بتاعك. فانا شايف ان اغلبنا اتزرع فيه فكره الامان المزيف. انت اختزلت الامان في اني اعمل خطوه دلوقتي علشان هتريحني بعدين، واكتشفت ان بعدين ما ريحش. امم. فانا طول عمري في العجله دي، ان انا محتاج دلوقتي اعمل اللي ما يتعملش دلوقتي عشان ارتاح بعدين. امم. واكتشف ان انا حتى لو عملت اللي ما يتعملش برضه ما ارتحتش. طب ما انت لو ما عملتش فاهمني؟ لو ما عملتش حاجه برضه مش هترتاح. فاهم قصدي؟ بالظبط. ما انت كده كده ف تعبان يا اسطى. فبقى فين ما انت فبقى كده فين كده. الحل يا جماعه؟ مم. اه بالظبط، فين الحل؟ بجد فين الحل؟ فين الحل في ان انا احاول على الاقل ما اشيلش هم، يعني اعمل الحاجه وانا ضميري مستريح ان مفيش حاجه هتفوتني يعني. وبعدين اكتشفت ان الاصعب ان اي حد دلوقتي بيخش مجال خايف لو دخله حاجه تفوته. يعني هو حتى مش داخل المجال ده علشان هو حبه مم. او حاسس بشغف ناحيته، مم. هو داخله علشان عايز يدور على الامان. فبالتالي هو خايف لو دخله وما جابش منه حاجه تفوته. مم. فدي حاجه في حد ذاتها مؤلمه اكتر بكتير من انك تتعلم الحاجه دي. انت بتتعلمها وانت خايف، يا اسطى انا بحس ان فبالتالي بحس ان عمرك ما حاجات هتوصل لحاجه فيها. بحس ان الحاجات دي بتبقى بتختلف من شخص للتاني. كده كده زي ما بقول لك فكره الامان والكلام ده كله. يعني انت ممكن انت تحدد امانك وانا احدد اماني بشكل تاني. بس انا بشوف في ناس يا اسطى عرفت تلعب، عرفت تلعب لعبه الحياه بشكل صح. يعني أنا مثلا يا اسطى اللي حد هي زي بيودي باي يا اسطى بجد. ماله؟ يعني عايش حياته تمام في السويد. اتجوز، خلف، قعد يعمل فيديوهات مش عارف ايه الكلام ده كله، وبقى اشهر، بقى اكتر يوتيوبر عنده سبسكرايبرز في اليوتيوب والكلام ده كله في وقت ما. يعني وقت البيف بتاع تي سيريس والكلام ده كله. بعد كده من بعد الكورونا تقريبا يعني قام ايه، انا هاخد مراتي، هاخد ابني، تمام. مش عارف ما هو خلف في اليابان ولا خلف قبل ما يروح اليابان، يعني ايا كان. هاخدهم ونروح نروح نعيش في اليابان، وبطل فيديوهات الجيمنج، تمام. بطل كل حاجه، بقى بيعمل فلوجز. عارف انت مش بيبقى دايما في التخيل بتاعنا ان احنا كمان 50 سنه عندنا مزرعه وقاعدين فيها والكلام ده كله، وقعد مرتاحين البال والكلام ده كله. بيدو باي عملها يا اسطى، بيدو باي حرفيا بس بشكل تاني. ان هو راح اليابان بقى بيعمل يا اسطى شاري بتاع 10 ار تي اكس 5090. تمام. وحطيتهم في في جهاز. المزرعه ولا ايه؟ لا مش مزرعه، حطيتهم عشان في موقع بتخش مثلا في تجارب طبيه مش عارف ايه الكلام ده كله، فبيبقوا محتاجين جهاز قوي. فهو اه بيحاول يعمل اقوى جهاز عشان يعمل الحوار ده. بس انت تتخيل لا، انت لو جيت بص. ده اللي شاغل بقى، يعني فاهم؟ انت خلاص انت حرفيا ما انت يعني بمعنى الكلمه انت لعبت لعبه الحياه صح. خلاص انت حرفيا ماشي، ما انت برضه بيودي خلصت باي. كل حاجه وعيشت حياتك مرتاح. حد تاني زي محمود مهدي يا اسطى، انا دايما بشوف محمود مهدي دايما عارف يلعب لعبه الحياه صح. دايما بيدور على الحاجه اللي هتبسطه، الحاجه اللي هتريحه. يا اسطى كان بيتكلم ان هو مش فاكر العربيه ولا التليفون، او العربيه والتليفون. العربيه يا اسطى كان تقريبا جايب عربيه، فهو ايه اللي خلاه يشتري العربيه بتاعته؟ ان هي فيها زرار في الدركسيون، فهو يقدر يغير بسرعه قبل ما حسين الجسم يشتغل. هو ده بجد كان سبب في ان ده هو يشتري بجد يا العربيه اسطى، ده ولا؟ ان هو العربيه في الدركسيون زرار. ليه لما كان بيشتري التليفون عايز تليفون لعب، يعني لعب حاجه جديده انا كده، انا روشه جديده من بتاعت الجيل ده، تمام. انا انا هشتري فاجولت شكله وهو تليفون بيحاول يبرر اللي هو انه عمل كده. ايه. انا فاجولت شكله وهو بيحاول يبرر هو ليه يا اسطى مش اشترى محتاج العربيه. تفيجوال، طب هبقى ابعت لك بجد يعني. الفيديو بعد ما اخلص الهوا. فاهم يا اسطى؟ ليه؟ طب انا عايز اجيب تليفون، هجيب تليفون ايه؟ هجيب تليفون جالاكسي فولد.
ليه؟ ماشي. فولدبل بقى وهجيب وهقفل وافتح واقعد العب يا اسطى. ده عارف يلعب لعبه الحياه صح يا اسطى. دي هي يعني بجد بجد لو هنتكلم بجد، هي راحه في كده. انت بتعمل حاجه انت مبسوط بيها خلاص، فاهم؟ هو على فكره ده بالظبط انت او انت مش شرط، مش فكره، مش فكره مش مبسوط بيها، فكره انت محتاج تتشيل شويه، محتاج تهدي، انت محتاج انت شخصيا تهدي الريتم. فاهمني؟ يعني مم. في حاجه انا اكتشفتها مؤخرا، فكره ان ما ينفعش تصدر للحياه صوره ان انت متداس عليك ومتداس على وشك و وتستنى منها، او تستنى ان الحياه تتحسن. يا حبيبي ما انت اللي مصدر الصوره دي، فاهمني؟ فبالتالي طول ما انت بتجري تصدر السوق ده انت قدام حد ولا قدام نفسك؟ قدام نفسك وللحياه عموما، فاهمني؟ يعني كان في حاجه نفسيه ليها علاقه بالموضوع ده، بس انا مش فاكر اسمها خالص. السيلف فولفيلينج بروفيسي، نبوءة ذاتية مش التحقق. فاكر حقيقي بجد. نبوءة ذاتية مش التحقق ان مش انت، فاكر. لو انا فاهم قصدك صح، يعني ان انت عشان شايف ان انت متداس ومش عارف ايه والكلام ده كله، فانت ايه، هتفضل متداس دور الضحية يا اسطى. ممكن بالظبط مم. فاهمني. فاحنا وده حقيقي فعلا، احنا اغلبنا عايش دور الضحيه بتشبع قوي يعني. يا اسطى عشان احنا، بس بحس ان احنا حقنا نعيش دور الضحية يا اسطى. ما احنا حرفيا، ما انا ده اللي بكلمك فيه بقى، ان احنا ان احنا دايما متداسين. فعشان كده لا فانت مش فانت يعني، غصب فانت في غصب في عنك. عينه كده، لا في عينه صعبه جدا يعني، عايشين كل درجه صعبه يعني. في شخص مثلا، انت تكلمه يقول لك، تقول مثلا يقول لك الحياه صعبه ومفيش شغل. طيب يا حبيبي لقيت شغل؟ يقول لك بس 2000 جنيه. انا معاك الموضوع لا يا صعب اسطى، انا لو بس 2000 جنيه، لو 2000 جنيه راح اشتغل كلب وخلاص احسن يا اسطى. راح اقوم، بالنسبه لك راح انت. اقوم في الشارع على الناس عشان يدوني اكل. ايه ده؟ ايه؟ لا يا اسطى. انا فاهم، بس في الاخر هل في حاجه قدامك غيره؟ يقول لك لا. طيب شغلتك ولا قعدتك في البيت؟ فاهمني؟ بالنسبه لي فتلاقيه شايف قعدتي بيشتكي. قعدتي في البيت ادور على حاجه تانية تنفعني احسن. لا بالعكس، ما انت لو خلاص مش لاقي حاجه غير دي قدامك عشان هتعيش، هتعمل ايه يعني؟ مفيش حاجه ماشي، قدامك بتبقى غيرها. هي كده كده بتبقى على حسب كل مفيش يعني، هي بتبقى زي ما بقول لك على حسب الظروف يعني، فاهم قصدي؟ انا زي ما بقول لك انا هي. فاهم قصدي، مم. فاهمك، بس في الاخر انت مفيش قدامك حاجه غير دي عشان تعيش. ما هي هتعملها وتسكت، قصدي يعني هتعملها وتعيش، يا مم. تسكت ما تعيش دور ضحيه ان انت مش لاقي لان يمكن يعني انا باخدها كده بصراحه. يمكن الحاجه البسيطه دي هي مدخلك لحاجه اكبر تريحك، بس انت مش عايز تاخدها. يا اسطى، فاهمني؟ ما انت لحد ما اللي هو ايه، طب ما انا يا عم انا خدتها، ما انا هفضل بائس، ما انا هفضل حزين، حتى لو خدتها. مثلا انت بتتكلم 2000 جنيه، احسن مفيش من حاجه، قعدتك هو كده كده وشك. مفيش مرتب 2000 جنيه دي يعني، فاهم؟ يعني مثلا اقل عارف حاجه، عارف اقل حاجه عارف لو بنشوف مثلا عارف لو تبقى خدتها 3000. واشتكيت، امم. عارف لو خدتها واشتكيت ساعتها معاك حق، لكن ما تقعدش ما تعملش حاجه وتشتكي. فاهمني؟ ساعتها انت دور الضحيه مش، انت مش بتشتكي، انت يعني انت قلت للضحيه قوم وانا اقعد مكانك. امم. فاهمني؟ امم. انت هنا عملت مشكله اكبر بكتير من انك تشتكي. انت اشتكيت على حاجه. طب يا حبيبي، طب خد الفرصه واشتكي، انا معاك، ما عنديش مشكله، خد امم. الفرصه واشتكي، بس ما تقعدش تندب حظك. فاهمني؟ فدي في حد ذاتها بالنسبه لي مشكله جيلنا، ان اغلبهم هو تشبع دور الضحيه قوي، عاش فيه قوي، ما انا هو بقول لك يا مسكه. اسطى، انا شايف ان لحد ما يعني حق جيلنا ان هو يشهد دور الضحيه. حق جيلنا ان احنا نعيش دور الضحيه بجد. لا لان فعلا الموضوع لما بيزيد عن حده بيبقى صعب قوي، بيبقى انا صعب قوي فاهم، انا وبيقفل عينك. انا من اكتر الناس اللي فاهم ده كويس. تمام. بس بحس اللي هو ايه، لا يا اسطى، احنا محطوطين تحت ضغط ابن كلب، ما لازم يعني، ايوه مش ما ده لازم ما مش ده لازم بس طبيعي ان انت خلاص، انا جايب يعني، طبيعي ان انت تتحط تحت ظروف نفسيه تؤدي لكده، فما تقدرش يا باشا، تلومه. ما ده فكره الامانه المزيف اللي انت بتدور عليه، فكره اللي هو انت محتاج تعمل دلوقتي عشان ترتاح بعدين. طب رحت بعدين ما ارتحتش، فانت بالتالي عمال تلف وتدور على ما هو نفس انا ما النقطه. هو انا فتحت لك بقى فكره ان اللي عاشوا الحياه صح ليه. انت اصلا لازم تبقى محدد انت عايز تعيش الحياه ازاي يا اسطى. انت لازم تحدد امانك بنفسك مش اكتر. اه ماشي، ما انا ممكن اكون معاك في النقطه دي، انت بس لا انت برضو انت لازم تحدد بس. انت امانك ايه. تمام. انا اماني ان انا زي ما بقول لك ابقى مرتاح. تمام. ماشي. بتبدا انت بقى واحده واحده بتكتشف وتفصص هي مرتاح من ناحيه يعني، مش مرتاح من ناحيه ايه. الارتياح ده بيبقى متفرع منه ايه، فاهم؟
هل انت مثلا بعد كده مستقبلا مرتاح في حياتك الزوجيه؟ طب مرتاح في علاقتك مع اهلك؟ انت مثلا عارف عارف ترضيهم مثلا، عارف تعمل مش عارف ايه، مش بس من ناحيه الماديات يعني، فاهم قصدي؟ يعني هي الموضوع مش بيبقى ماديات بس، فاهم؟ هي دي بالنسبه لي مصيبه سوداء اصلا يعني. يعني انت الامان بالنسبه لك بقى غايه، ما بقاش حقك. ماشي يا اسطى يعني، فاهم بره يعني. الهواء بره الهواء. لا بس فكره بجد ان بجد هو، بجد، هو حاسس لا لا، الامان حاسس الموضوع النفسي، ده، فكره ان حاسس انت، الموضوع ده يا اسطى في العالم كله يا اسطى. بجد، لا بجد هنتكلم بجد، حاسس الموضوع ده في لا لا، العالم. امان نفسي، امان نفسي، فكره ان انت تكون حاسس بامان نفسي ان انت، ف انت على الاقل مش محتاج تجري، فاهمني؟ مش محتاج ما بقول لك انت هنا او بره غصب عنك يعني، مش الموضوع مش بقيت حاسس ان الكلام ده كله مش مقتصر على هنا بس، ان الكلام ده مقتصر على كله يعني. حاسس ان الفجوه، ما هوش مقتصر. الفجوه مش على هنا، اه بالظبط. الفجوه اللي ما بين الطبقات كبرت فشخ، فاهم؟ يعني احنا دلوقتي دلوقتي يعني مش عارف الحقيقه، هل ده حقيقي ولا لا يعني. بس انا من انصار. السيرش بتاعي تمام، ان انت من ان انصار مش من انصار، ماشي. لا انا يعني زمان كنت انت مثلا ايه يا اسطى، حتى في امريكا والكلام ده كله، مثلا انت ممكن تحوش حبه وتفتح لك حاجه صغيره مثلا، فاميلي بيزنس مش عارف الكلام ده كله. دلوقتي يعني من الفيديوهات اللي انا بشوفها، مش عارف هل هي برضو دور ضحيه ولا لا ولا الكلام ده كله، انت بقاش عندك الاوبشن ده خلاص. انت في فجوه بنت كلب مخلياك انت عارف فكره الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى، ماشي. فاهم؟ انا حاسس ان احنا في اكتر برضو من اكتر الاوقات يعني احنا في لوب، فاهم؟ هي اقطاعية دولة رفاه، بعد كده ايه رجعنا تاني لحد ما اقطاعية بشكل تاني، فاهم؟ ماشي. بس ماشي. الفرق ان انت ايه، بتاخد شويه من هنا وشويه من هنا وشويه بتاخد شويه حقوق من هنا وشويه حقوق من هنا وشويه حقوق من هنا والكلام ده كله. بس انت الحقيقه يعني انت المفروض، ما انت المفروض يعني زي ما بقول لك يا اسطى، يا اسطى بجد بجد اقسم بالله يعني، الحلقه بتاعت لماذا نكره الاتش ار دي بتاعت سعدني، يا اسطى الحلقه دي تجيب الاكتئاب بجد. انت لو جيت تفكر في الحلقه دي تجيب اكتئاب فشخ يعني كان المفروض في توقع ان لولا يعني مش لولا راس يعني لو كان المفروض النسق مشي بنفس اللي كان موجود ايام اهالينا والكلام ده كله، احنا المفروض كنا نشتغل 15 ساعه في الشهر في الاسبوع، امم. فاهم؟ لا. فانت بقى انت بقت محطوط في نظام، الناس محطوط في نظام استهلاكي وانت محطوط في نظام استهلاكي و... واللي هو ايه، مفيش اكتفاء. انت اصلا العالم كله مفيش اكتفاء، انت هيبقى عندك اكتفاء ليه اصلا؟ يعني ده سؤال مهم فشخ. انت يعني اصلا فكره ان انت توصل للاكتفاء اصلا دي حاجه بقت شايفها اصعب. مبدأ شخصي بصراحة. ايه شايفها مبدأ شخصي. يا اسطى، فكره ان انت تحافظ على مبدا الشخص دي بقى، هي اللي بقت صعبه اصلا. ده اللي بكلمك فيه، ان انت تحافظ على ان انت يعني، لا انا هنا وهرتاح، صعبه. ايوه، عشان فكرة ان انت برضو محطوط في دماغك ان انت محتاج تدور على امان. فبتدور على امان، حتى لو وصلت له فانت محتاج تدور على امان امن. ليه؟ لان انت شايف ان الكوكب حواليك عمال يتغير كل يوم. ما ده اللي بكلمك فيه، الموضوع ده محتاج جهاد نفس فشخ، ان انت عرفت ان هو ايه، انا هنا هنا الامان بس خلاص، مش محتاج امان اكتر من كده. لما افرش واقعد بقى. ايه افرش واقعد. بس بس في نفس الفكره ان ما انت في تغير سريع دايما. طب هل ده هيفضل امان دايما؟ لا. طب احنا عايزين ندور على امان اكتر. فالموضوع برضه يا اسطى، الموضوع بيبقى محطوط في لوب، احنا محطوطين في لوب بنت كلب، مش صعب فشخ انت تطلع منها، صعب فشخ. ما انت، لا، ما انت وانا مش عايز انظر والله العظيم، بس الفكرة كلها في ايه؟ آه... فكرة برضه معلش حاجة اللي هو التعبير المزيف دي تاني. فكرة انت رديت عليها، اه صح. فكرة ان انت مش عارف انت محتاج ايه، ودي هترجعني للنقطة الأولانية خالص. فكرة التغير المستمر ده للأسف حتى لو خلاك تمسك في حاجة انت مش معينة محتاج ايه من ناحيه ايه؟ وتقول هي دي اللي أنا عايزها. ايه؟ مش محتاج ايه من ناحيه ايه؟
مش عارف انت محتاج ايه مش من ناحيه محتاج. ايه يعني. لا انت قصدك ايه معلش؟ انت بتقول دلوقتي فكره ان انت مش عارف انت محتاج ايه. كامان. مش تحدد اه. النقطه اللي انت تقول عندها انا كده امان، فاهم؟ امم. دي حتى لو انت للاسف وصلت لها، التغير المستمر لل للمتطلبات حتى بتاعت الكوكب، فاهمني؟ فكره متطلبات الامان، متطلبات حتى الاكل والشرب، فاهم؟ امم. الصحه، فاهم؟ كتر موضوع الامراض اللي بينتشر فجاه ده بيخليك دايما في تغير مستمر. حتى في نقطه الاكل انت محتاج تراجع اكلك، فاهم؟ فكل ده بيخليك حتى لو يا حطيت اسطى تشيك بجد والله بوينت كده العظيم، انت عارف الناس زمان كانت جامده فشخ، بيقول لك كان بياكلوا السمنه بالمعلقه يا اسطى. يا اسطى ما الموضوع ده اه جامد فشخ. هو الناس دي ازاي لسه عايشه لحد دلوقتي؟ انت انت ازاي انت كنت بتاكل السمنه بالمعلقه وانت صغير؟ انت ازاي عايش لحد دلوقتي عشان تقول لي الكلمتين دول؟ انت ازاي ما عندكش صلب شراييني وقاعد في العنايه المركزه؟ فاهم؟ انت ازاي بتفضل تذلني مثلا ان انت وانت في سني بتشيل الكوكب ده تنقله مجره تانية؟ فاهم؟ حلاوه تروح يا اسطى. يا اسطى مش الفكره مش حلاوه تروح، بتلاقي صحتهم فيهم بجد. بتلاقي هم ما كان الموضوع منتلي برضه، ما بضحكش عليك يعني. الموضوع هو مش شاغل دماغه باي حاجه. يعني لما بضحك عليك تبقى بتضحك على نفسك وبتضحك عليا. لو انت مقتنع ان هو كان شاغل دماغه بحاجه، هو كان آه، حرفيا بيعملها كده، اه، فاهم؟ عارف منطق منطق الجدود، كل كتير عشان تتغذى اكتر وتبقى قوي. فاهم؟ اه بالظبط. يعني تعالى يعني في حاجه يعني لامين يامال مثلا. انا مع اختلاف عقليته، ولكن في حاجه هو مثلا قالها حلوه عجبتني. انا مش عايز افكر، مع ان انا للاسف برضو في نفس الوقت متناقض شويه فيها. فكره انا مش عايز اعرف المدافع اللي قدامي ده ممكن اراوغه ولا لا، لان انا ممكن افوت عليا فرصه ان انا اراوغه، فاهمني؟ هو مش عايز يقنع دماغه ان المدافع ده صعب ان انت تراوغه، اه، فاهم؟ فكره ان مفيش قوانين. اه بالظبط. يعني هم انا كانوا انا عايشين اه انا كنت بالمبدأ ده. كان الموضوع ده في دماغي فشخ اصلا. فكره ان انت، يعني انا كنت دايما مثلا بشوف الجيل بتاع اليوتيوب اللي هو، انا بالنسبه لي شايف ان الجيل في العشر سنين اللي فاتت دول جيل، والعشر سنين الجايين اللي احنا فيهم من دلوقتي دول جيل تاني خالص في اليوتيوب. تمام؟ ماشي. وانا شايف ان هو كده كده مع الوقت يعني هيبدا يطلع جيل جديد في اليوتيوب المصري يعني عموما، بس حاسس ان مفيش كتير يعني، بس ستيل هيبقى فيه يعني في الأول وفي ما الآخر. ده فاهم؟ العادي، ده العادي يعني، ده سنة الحياة عادي. ما بالظبط اه. فاهم؟ في الجيل الجديد، الجيل القديم ما كانش عنده قواعد يا اسطى، كان الموضوع مفتوح فشخ بالنسبه له. فكنت تلاقي مثلا حاجه زي هوبا فلوجز مثلا. اه. مش عارف انا وريتك هوبا فلوجز قبل كده صح؟ ايوه. يا اسطى ازاي يعني حاجه زي رسيني. انا زي ما قلت لك قبل كده، رسيني ده الاعلان لا مش هينفع اقول يعني رسيني ده هو اللي خرج كل الناس بتاعت الاعلانات دلوقتي، او يعني كتير من اللي اشتغلوا فيه الناس بتاع الاعلانات دلوقتي. فاهم قصدي؟ ماشي. ليه يا اسطى؟ كانوا محطوطين في حته من غير قواعد، وكانت مساحه الحريه اللي عندهم في الوقت ده كانت تسمح لهم ان هم دماغهم تفتح يعملوا اللي هم عايزينه. هوبا فلوكس بحس دول ان مثلا هم اللي الكوكب هم اللي لسه. هم اللي عاملين بيس كيك. مروان الامام وصوفي كانوا في هوبا بحس فلوكس. ان الكوكب لسه ما كانش بيتعامل مع السوشيال ميديا ان هي مصدر مهم للاجندات، فاهم؟ يعني ما كانوش لسه مستوعبين مدى اهميه السوشيال ميديا في نشر الاجندات لا، مثلا، وهي فاهمني؟ فكره هي فكره مفيش قواعد يا اسطى برضه. يعني انا زي ما بقول لك، هي فكره مفيش قواعد. عارف انت دايما في مبدأ في يعني في السينما، انت دايما القاعده موجوده عشان تكسرها. ماشي. في الفن انا مقتنع ده، في الفن عموما مش في اه، السينما بس. يعني اللي سمعتها من الناس اللي فاهمين في السينما، يعني انت القاعده موجوده آه، عشان تكسرها. تمام؟ انت لو القاعده مش انا موجوده، مقتنع. لو مشيت عليها تمام، يعني انت لو مشيت عليها هتبقى صح. بس الابداع بقى ان انت تكسرها. فاهم؟ انا مقتنع ان ده في السينما عموما في الفن في عموما الفن مش في عموما، السينما ايوه بس. انا مش معذره معاك. ف بتاع ده انا حاسس ان احنا مش عايزين نبقى عن توبيك قوي يعني.
بس هي الفكره، انا فاهمك. الفكره زي ما بقول لك، الفكره كلها في القواعد يا اسطى، فعلا فعلا القواعد بتحجم فشخ. فانت يعني انت بقى مع ذلك يا اسطى، يعني اوقات القواعد بتريح. انت بقى مش مرسوم لك قواعد في اي حاجه، فين انت عارفين شفت السموزنس، شفت رجعتنا للموضوع ازاي. هديك مثال دلوقتي خرج بره تاني، بس ماشي تمام. قول قول قول. يعني هقول لك مثلا، زي الجيم يا اسطى زمان مثلا، هل الموضوع مثلا دلوقتي متفق معاك ان الموضوع بقى ادق وبقى اصح، ان انت تبقى عارف كل تمرين، كل عضله هتمرنها ازاي لوحدها، والاكل ده فيه قد ايه بروتين، والاكل ده فيه قد ايه فيه قد ايه مثلا كوربس. مم. هل هل ده كان بيعيق حاجه زي دي زمان؟ لا خالص، يا اسطى كانوا بيعملوا مش حاسس عضلات احساس، مش عادي. مش محتاج، بس هي بس عضلات وقت زمان غير دلوقتي برضه، فاهم. انا انت فاهم، بس اصلا هتعمل يا هل ده اسطى معناه بجد، ان انا ما بفهمش منطق بجد، يعني بجد انا ما بفهمش منطق تعمل عضلات ليه اصلا. بالعكس ده على فكره، زمان، دلوقتي زمان كانت اصح ليه؟ لان دلوقتي بقى الشكل المعروف ان انت تكون ناشف جدا ويكون عندك سكس باكس ليه؟ وتكون منحوته ايا ليه؟ كان، بس ليه ده اصلا مش يعني صح. يا عم، يا عم ف... صح، يا عم يعني لا، هو مش عارف هو صح ولا لا يا اسطى، بس هتعمل عضلات ليه يعني؟ ما لا بالعكس فكرتش على ما فكره. فكرتش وانت بتعمل عضلات، هتعمل عضلات ليه؟ يا عم عادي، انا بس مثلا شخص هيحتاج عادي في حياته، محدش عارف ليه، فاهمني؟ يعني ممكن، يعني هي علامه على صحه جسمك، فاهمني؟ بس الفكره كلها ان ماشي، اعتبرها يعني في الحالة دي هتعتبرها رياضة. ما بالظبط. رياضة ايه رياضة؟ يعني انت مثلا، يعني هل يعني انا بشوفها كده بصراحة يعني. انا بالنسبة لي، ودي حاجة جديدة عليا، ان انا اصلا ابقى عايز انزل الجيم. عايز انزل الجيم ليه يا اسطى؟ عشان انا ما بقتش بروح العب كورة، ما بقتش قبل كده كان تمرين السلة مثلا، ما بقتش بروح العب سلة والكلام ده كله. فانا عايز حاجة ايه؟ عشان اتحرك، بس عشان يبقى عندي صحة اطلع وانزل السلم، فاهم. بعد 40 سنه ما بالظبط، فاهم قصدي. لكن انت خدت الجيم كغايه. ما ده اللي بتكلم فيه بقى. انت خدت الجيم كغايه، انت خدت العضلات كغايه. هعمل ايه بالعضلات يا اسطى؟ بجد هعمل ايه يا بالعضلات؟ حبيبي. لا لا، بعيد عن كده، فكره ان انت حاجه زي دي كانت زمان برضو متاحه قدامك عادي، من غير كميه القوانين الزياده قوي اللي موجوده دلوقتي. وكانوا بيعملوا عضلات حتى لو بشكل عشوائي، حتى لو بصدف، حتى لو حتى لو بايه، مم. حتى لو بالبركه عادي، فاهم؟ زي المنتخب في ال3 سنين اللي خدتين افريقيا كانت بالبركه عادي. ايوه ايوه، فاهمني؟ ما بكلمك في الحته دي. انت ليه، انا ليه هقعد انشف؟ ليه هقلل كرب؟ فاهم ليه مع ان ليه؟ هي مش صح على فكره. انت الصح ان انت يكون جسمك فيه نسبه دهون محترمه تغطي على حاجات زي السكس باكس هو عادي. الكرب ده بيعمل ايه؟ والله العظيم ما اعرف. الكارب دي المفروض ان هي بتدي طاقه لجسمك، يعني المفروض هي وظيفتها، يعني ان هي جسمك بيخزنها على شكل دهون. طب انا المفروض بزوده ولا بقلله؟ ولكن والله العظيم. ما على حسب، لو انت مثلا محتاج تنزل بتقلل الكارب، اه. فاهمني؟ او على حسب تقسيمتك، يعني في ناس عادي بيكون الاولويه ليها ان هي تقلل الكارب، في ناس بتقطع كارب تماما، فاهمني؟ امم. اللي بيحتاج ينشف خالص ده بيقطع كارب خالص، امم. فاهمني؟ بياكل نسب بسيطه خالص جدا، وده على حسب معلوماتي يعني. اكيد في ناس اضرب بحاجه زي دي، بس ده حسب معلوماتي يعني. يعني بتوع البطولات دي في الغالب بيقطعوا كاربس خالص، امم. فاهمني؟ فبالتالي حاجه زي دي مش ايوه صحيه ماشي، ما تماما. انا بكلمك بقى في الحته دي، ان هم ماشي، هم بيخشوا بطولات يا اسطى. في كوتشات الجيم لازم لازم يبقوا جسمهم كويس ومش عارف ايه، يعملوا كذا 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 الكلام ده كله. ليه انا كاحمد رفاعي، تمام، هحتاج يعني، فاهم. انا بحس يعني بحس ان احنا بنبعد عن المنطق في الحوار ده. لا عادي عادي، ليه هبقى عايز انشف يا اسطى؟ ليه هبقى عايز انشف؟ ولا اصل ليه هبقى عايز ابلك يعني ليه؟ كل واحد ليه اهدافه، يعني مثلا في حد ممكن يقول لك انا عايز اجرب التنشيف هيبقى عامل ازاي، اشوف جسمي مثلا هو ناشف هيبقى عامل ازاي، عادي. كل واحد ليه اسبابه، ولكن الفكره كلها بتكلم فيها فكره ان فعلا الموضوع من غير قواعد كان ممكن يمشي يا جماعه عادي يعني. امم. الحياه من غير قواعد ممكن من غير قواعد اه، مع والتعليمات نفس اللي الفكره الشخص يعني ليها دي ممكن تمشي عادي. ما بالظبط، اليوتيوب من 10 سنين اللي فاتوا كان احلى بكتير، عشان ما كانش فيه قواعد اصلا. اه بالظبط، فاهم. اصل عادي، اصل هي
الموضوع برضو عامل شبه ايه، حاجه لو زادت عن حدها تتقلب ضدها. حاسس ان كل حاجه اتحط لها قواعد زياده جدا عن اللزوم، مم. فبالتالي خليت الموضوع اصعب. منها فكره ان انت قواعد جيلنا دلوقتي بقت ايه، ان انت لازم تكون فاهم في مجالين 3 4 5 6، علشان لو في مجال منهم ما بقاش امان تبقى مصرف نفسك، يا اسطى ما دي تعرف حاجه، دي حاجه تتصرف. فوق طاقه اي حد يا اسطى. انا فماشي هنا لما بقى. يعني مثلا لو حد مثلا مهتم بالاعلام او شغال في مجال الاعلام او الكلام ده كله، انا ماشي لازم ابقى مطلع، مثلا مطلع على كام حاجه، بس مطلع. اه مش لازم، اصل انت لو هتشتغل في حاجه لازم تبقى لازم تبقى متعمق فيها، فاهم؟ انا مثلا اه مهتم انا كاحمد، انا مهتم بالتاريخ. هل اه انا في يوم من الايام ينفع اشتغل؟ مستحيل. مش مستحيل عشان حاجه، انا مش متعمق للدرجه، انا مش حد بمسك الكتب واقعد اقرا ومش عارف ايه والكلام ده كله، انا مطلع. انت بقى خليت اه دي المفروض الحاجه البشريه، تمام؟ ان انت اه عندك حاجه انت فاهم فيها، تمام؟ اه واي حد مثلا انت انت بيبقى في عندك حته الحاجه اللي انت هيبقى عندك الايجو فيها، ان انت لو حد جه اه ناقشك، لا انا مش عايز نقاش، مش هتناقش. انت مين عشان، انت مين عشان تتناقش معاه اصلا في الحاجه دي؟ فاهم؟ ماشي اه دي لكن انت دي حاجه بتبقى عندك، تمام؟ دي الحاجه الاساسيه. الباقي بيبقى حاجات جانبيه. انت بقى عايز حاجه، الحاجه اللي انت اي حاجه هيجي يجادلك فيها انت مش او بلاش المثال ده عشان يعني المثال ده وحش يعني، بس ككونسبت يعني الايجو اللي بيبقى عند اي حد لما يبقى فاهم في مجاله، فاهم قصدي؟ آه انت بقى انت عايز حد يبقى في مجال مثلا يعني مثلا يا اسطى انت دلوقتي بقيت محتاج في ايا كان مجالك يا اسطى، لازم تبقى فاهم الجوريزم تيك توك، ولازم تبقى شغال ككونتنت كريتور، او مش ككونتنت كريتور، ان انت ماشي تبقى عندك تيم ماركتنج اصلا. ماشي انت قبل كده مش محتاج ده يا اسطى، بس انت دلوقتي مضطر على انت ماشي. الموضوع انا شايف ان مفروض ده عليك طبيعي اكتر. جدا مع التغيير، انا شايف ان ده طبيعي مع تغيير الفلو بتاع الحياة، طبيعي جدا ان انت تتغير المعايير، فده شيء طبيعي عادي، انا فاهم. ما هي دي حاجه، بس اوفرلود برضو عليك يا اسطى. اوفرلود مع تغييرها لو انت المستمر، ما ده اللي كنت بقول لك عليه. مم. فكرة ان انت الفلو ده او المعايير دي بتتغير بشكل دوري، هي مش ثابتة. يعني مثلا كل سنة المعايير دي بتتغير، فبالتالي انت مطالب منك ان انت كل سنة تغير معاييرك، ده اللي صعب. مم. فاهمني؟ ده اللي بيخليك. طب هنا انت هنا اه حاسس للاسف ايه اللي الكلام ده بيخليك. اكتر كمان اخر 5 سنين فشخ. بالظبط. ما هو المشكله ان انت الفلو ده كل ما ده بيبقى اسرع. يعني هو مثلا لو كان من سنتين كان اكس 2، السنه اللي فاتت بقى اكس 3، السنه دي هيبقى اكس 4. خلي بالك من فاهمني؟ حاجه برضو، عشان هو فكره دخول الاي اي اصلا هتسرع العمليه دي اكتر بكتير فشخ. عشان انت اه التطورات، مثلا بالظبط. التطورات اللي انت كنت بتعملها مثلا، يعني انت مثلا الاي اي ممكن يقرا لك كتاب 500 صفحه في 5 ثواني ويلخصه لك. ماشي انت متخيل العمليه دي مثلا كانت بتاخد من شخص اسبوع؟ قيسها بقى على مثلا اكتشافات علميه او تكنيك معين او ايا كان الكلام ده كله. مع الوقت يعني انت مثلا الحاجه اللي كانت هتاخد منك، انا ليه بجعلص الكلام؟ ما اقول اللي انا كنت هقوله ده وخلاص من الاول. انت اصلا الحاجه اللي كانت بتاخد منك، الاكتشاف اللي كان بياخد منك او التغير اللي كان بياخد منك 5 سنين مثلا، انت دلوقتي هتختصر في 6 شهور، اقل كمان، ماشي. قد يكون اقل. انت متخيل بقى العالم ممكن يودينا لفين بعد كده؟ ما هو ده الفكره، ان زي ما قلت لك انت فكره التسارع اللي بيزيد ده، اللي بيخليك تطارده فكره بحثك عن الامان، فكره ان انت شايف ان الامان ان انا جاري اللي بيحصل. بينما اوقات ممكن يكون الامان في انك تقعد وتتفرج عادي. فاهمني يعني؟ لا يا اسطى، ما انت الفكره ان اوقات انت لو قعدت تتفرج هتداس. ما هو دي المشكله في حد ذاتها. انت اوقات، ما هو دي انا مش عارف والله، بس هي الفكره كلها ان ممكن انا اكتشفت ده مؤخرا، فكره ان انت اوقات لازم تسيب ايدك للاسف وتقعد تتفرج. فاهمني؟ لازم حتى لو انت عارف ان في حاجه ممكن تفوتك، صدقني ممكن اوقات اللي هيفوتك ده احسن بكتير من انك تجاريه. انا اقتنعت بده، ان انت لازم اول حاجه تفوتك علشان تكتشف ان انت ممكن تلاقي نفسك في حاجه حته تانية اصلا غير اللي فاتتك دي. مم. فاهمني؟
يعني مثلا ماشي اقول لك بس حاجه اقول لك حاجه حلوه جدا. ما هو يا اسطى هل يا اسطى انت لو قعدت تتفرج هتبقى قلقان ان انت القعده والفرجه دي ريسك يا اسطى. يعني مثلا اقول لك حاجه حلوه قوي. في ناس مثلا حتى عادي الحقيقه عندهم مشاكل زينا زيهم وكل حاجه، بس قاعدين بيتفرجوا على هوجة الاي اي دي مثلا، حاطين رجليهم على رجل المكوجيه. فاهم؟ بس ده واحد ايه مش المثال مطالب ان هو ده؟ واحد مش مطالب يجري كل الجري ده يا اسطى. بجد يعني مش مطالب ان هو يتعلم الالجوريزم، ومش مطالب ان هو يتعلم يفهم الذكاء الاصطناعي، ولا مطالب. هو عايش حياته، بيصحى كل يوم يفتح دكانته، يسخن مكوته، يستنى اوردراته، يخلصها يروح وينام. بس هو قاعد بيتفرج. امم ممكن ما يكونش عنده العلم اصلا بالمعلومه، فاهمني؟ هو صحيح، هو فانا مين هو اقتنعت. مين هيبقى عايز يستبدل المكواجي اصلا؟ مين لسه بيروح المكواجي اصلا يا اسطى؟ بالظبط، بالظبط. يا عم هو عادي حتى بيفتح هو لو بيفتح فاهم. لمين؟ يا عم عادي. مش هو يا اسطى انت ليه واخد مش يا في اسطى ناس. ليه من ساعه ما دوست ريكورد وانت واخد كلامي جد كله يا اسطى؟ ليه واخد الكلام في نسق جد؟ ما تهزر يا اسطى. ما انت اللي خدت المكواجي في خانة ان في مين انا ممكن استخدم المكواجي عادي. ممكن اروح اخليه يكوي لا يا عم يكوي لا يا لساني لا علشان لا لا يا عم حاسس ان لا هو يا عم يوديني في داهية. انا شايف ان الاي اي هيستبدل المكواجي. هل هتطلب من الاي يكوي لك الهدوم؟ اصل خد بالك انت، لو الاي اي وصل ان هو يكوي لك الهدوم. آه هيبقى خلاص. العالم ما انتهى، فاهم؟ ما ملهاش علاقة. ملهاش يعني ملهاش لازمة. يعني ارمي نفسك من البلكونة واخلص. اه يعني فاهم، اكيد يعني اكيد ان الاي اي وصل ان هو هيستبدل يكوي لك هدوم. المكواجي. هو اكيد المكواجي اخر حاجه يتم استبدالها في الدنيا. يعني انا كنت بقول لك ان اي مجال ابداعي هو اللي اخر حاجه هيتم استبدالها. لا، ولا المكواجي هو اخر حاجه يتم استبدالها. المكواجي بتاع الكاوتش يا اسطى. بتاع الكاوتش على ليه؟ فكرة على فكرة انت قبل ما تقول انت قبل ما تقول ده بثواني المثال ده خبط في دماغي. اه يا اسطى، اصل بجد والله العظيم انت حرفيا مفيش اي اي على فكرة حي والقهوجية برضو في امان دلوقتي يعتبر. ليه يا عم في كوفي ماشين؟ أه هل بيجي لك خلق ان انت تقعد تعمل كوفي ماشين كل يوم؟ عادي، مش شرط. انت ممكن تنزل تقعد على القهوة عادي. لا بس انت، ما انت يا اسطى هيوصل العالم ان انت هيجي لك روبوت يروح يشغل الكوفي ماشين. صاحبي، خد ابو بالك تاليا يعمل ايه؟ يعني هل الروبوت هيقوم بدور ابو تاليا؟ يعني هل يا هل اسطى، هل الروبوت لما يا تقول اسطى له الشر... ما حدش هياخد دور ابو تاليا. هل لما تقول للروبوت شربيني هيدوس بلاي وهيبدأ هيشتغل؟ يا اسطى تتخيل يعني هنعمله مثلا. على الاوتو بلاي يا اسطى. هو ابو تاليا شغال اوتو يا اسطى. ابو تاليا تقريبا اي اي فعلا يا اسطى. هل يعني يا اسطى انا مثلا بقعد في قهوه في حته كده، مش عايزين نقول اسمها عشان لما نتشير ما الاقيش الافواج عندنا. قهوة سلطنة. مثلا اه. فاهم، فيها راجل اسمه الساح يا اسطى، كاريزماتيك. طب كاريزماتيك فشخ. امم هل الروبوت هيكون بالكاريزما دي؟ هل اقول له سايح من اول الشارع يبص لي كده ويرفع ايده ويمشي؟ طب يا اسطى قلت يا سايح اسطى اللي هو عارف القهوه اللي انا عايزها سايح. يا اسطى شفت القهوه شفت اللي انا عايزها سايح. الكركديه طيب. يا اسطى شفت القهوجي شفت بتاع الشيشه، اللي هو اسمه حمو ده اللي قرع. كان يقف ايه؟ كان دايما بنعمل ايه؟ هو يقف على اول ايه؟ قهوه وانا اقف على اول قهوه ويقول لي ارفعي ده ايه؟ اقول له ده بتاعي. انا قلت يا اقف اسطى عليك ليه؟ هل في ايه اي هيقف على اول قهوه وانا اقف على اخر القهوه واقول له ارفعي ده ايه؟ يقول له ده بتاعي. هيديها لك باينري. فاهم انت بقى؟ اه بقى. تقول له جمعها في ايه؟ انت. انا بموت ولا ايه؟ تديها تديها له اكواد. ده اللي يجيب ده اخرة اللي يجيب سيرة الاسياد. اه يا اسطى خلينا نرجع لمرجوعنا يعني. ده اللي يجيب سيرة ولا الاسياد ده. ولا كفايه كده؟ ده ولا اللي يجيب سيرة الاسياد ده، صح؟ ولا كفايه كده؟ ولا انت عايز نقدم حلول؟ انا ليه شايف انا شايف ان في حل يا اسطى. انا شايف ان احنا محتاجين فعلا بقى في الحاله دي ان احنا نقعد نتفرج يا اسطى. انا شايف ان احنا بجد شوف، محتاجين ما انا نقعد قلت نتفرج. لك هو ده لا بجد. محتاجين لا لا. احنا كده محتاجين نقعد نتفرج، بس واحنا بنواكب للاسف. بس احنا محتاجين نقعد نتفرج عشان احنا مغلوبين على امرنا ان احنا في مش الاغلب في هتبقى الاغلب مرتاح الاي على اي فكرة. هيركبنا، في الاغلب ترامب هيجي، في الاغلب فاهم قصدي.
في الغالب مش يعني بص برضه ينفع اضرب مثال بجد جد، انا اسف انا اسف، ممكن اضرب مثال جد. اقدر مثال جد، اقدر مثال جد. يا اسطى انا اسف يا اسطى ما انا كنتش قصدي احنا يا اسطى مش لازم نهزر بجد دايما ولا نتكلم جد دايما، خلاص عادي يعني فاهم. انا ما اصل اللي اصل يطلع يطلع، بس اصل حاسسك واخد نسق كلام جد بس فاهم. اصل انا لسه مش عارف الكونسبت. ما حدش ده سكريبت. عادي يعني احنا كده بودكاست تجريبي. في موجة مثلا دلوقتي، انا بجد من الحاجات اللي بتخليني دايما اقفل السوشيال ميديا، فكرة ان انا كل ما افتح الاقي شخص توفى. يعني هي الموت مش بايدينا طبعا وكل حاجة، امم. بس فكرة ان انت دايما تفتح تلاقي شخص توفى، دي حاجة بتخليني مرعوب، فاهمني؟ فبقعد اسأل نفسي، هو هل فكرة هل الوفيات دي جديدة؟ يعني هل الحاجة دي جديدة؟ لا، ما الناس عادي بتموت من زمان عادي، يعني ده كان في صحف الجارة اسمها الوفيات، فاهمني؟ امم. بس الفكرة كلها في ان مع السوشيال ميديا السبوت زاد على الحته دي، فبحيث ان انت لو مثلا كانت صفحه الوفيات اخرها تجيب لك موجود اللي توفوا في البلد بس، مش هتبص عليها يا فانت اسطى، هتبص السوشيال عليها ليه ميديا. اصلا؟ اه بالظبط، فاهمني؟ فلا انت بقيت مجبر تشوف اللي بيموت، وبقيت مجبر تشوف اللي بيموتوا على الكوكب كله، امم. فاهمني؟ فده في حد ذاته زود التركيز قوي على السبوت، او يعني زود السبوت قوي على الحته دي. فده بالتالي خلاك متوتر ان انت خايف تموت، فاهمني؟ بينما انت كده كده هتموت، انت اصلا كده يعني التشاؤم هو كده، ده حاجه يمكن دي حاجه الوحيده اللي هتحصل، وانت متاكد ان هي هتحصل لنا كلنا، فاهمني؟ امم. فبالتالي انت خايف من ايه؟ هي مجرد وقت، فاهم؟ فبالتالي انت كل حاجه زاد عليها سبوت. فانت حرفيا انا يمكن ده بجد انا شايفه حل. انت محتاج تقلل التركيز على الحاجات اللي موجوده دي شويه، حتى لو مش يعني مش بقولك تتفرج، بس قلل التركيز عليها شويه. يعني ما تديهاش قوي زياده عن اللزوم، فاهمني؟ ما تديهاش سبوت كبير قوي زياده عن اللزوم، لدرجة تاكل من طاقتك، تاكل من حالتك النفسية، تاكل من استقرارك اللي مش موجود أصلا يعني. هو لو أنت عندك استقرار وبتاكل منه ماشي، بس أنت الاستقرار النفسي بتاعك مش موجود أصلا، امم. فاهمني؟ أنت راحتك النفسية أو أمانك النفسي اللي إحنا بنقول إن إحنا بندور عليه مش موجود. امم. فأنت بتاكل من إيه؟ أنت بتاكل من نفسك أنت، فاهم؟ امم. فكل ده أنت عمال تجري على حاجة مش موجودة، لسه مش موجودة، ما نعرفلهاش ملامح. ف وحاطط سبوت على حاجات كتير جدا. فانا شايف ان اللي المفروض اغلبنا يعمله فكره ان هو يبتدي، هو فعلا محمود مهدي قالها، فكره ان احنا نبتدي نشكك شويه، ومن التشكيك ده تبتدي تعيد توزيع التركيز بتاعك او نقطه التركيز بتاعتك. معاها حاول تتفرج على كام حاجه من بعيد، مش لازم تحط ايدك يعني. لو ما حطيتش ايدك، وده على فكره بجد يمكن من الحاجات اللي كانت دايما بتتعبني، هو ان انا لازم احط ايدي في كل حاجه، لازم اجرب احط ايدي في كل حاجه، لازم اشيل كل حاجه. لما جربت اشيل ايدي، امم. لا مفيش حاجه حصلت يعني، الكوكب ما انهارش، فاهم؟ مفيش ناس ماتت مثلا. ماشي، بس اوقات الحاجات دي بتبقى مفروض عليك يا اسطى. اه للاسف يعني، للاسف في حاجات. ما هو ما هو يا اسطى كل الحاجات اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي كلها بلا استثناء كلها مفروض علينا. مين يا اسطى هيبقى عايز يتحط تحت الضغط ده يا اسطى؟ مين للاسف هيروح يختار للاسف الضغط في ده؟ حاجات، ما انا بقولك للاسف في حاجات احنا هيئنا نفسنا الفرض بتاعها يعني. انا مثلا في حاجه انا فارضها على نفسي، فكره ان انا مثلا محتاج أه هقول لك دي خطه دي خطه. اه، دي خطه من الاي اي. لا 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 بجد، فكره ان انا اتعلم اهدي دماغي شويه في التفكير. فبالتالي محتاج اعمل ايه مثلا؟ ما انا شايف ان ده ما ينفعش يحصل دلوقتي. آه، اقلل شغلي مثلا، فاهمني؟ مع ان انا المفروض عليا ان انا ازود شغلي. طيب ما هو حاجه من الاتنين، يا هشتري فلوس يا هشتري دماغي. اه، انت ما انت في ايه اللي حصل؟ مش يا اشتري عارف يا دماغي يا اسطى في اشتري ايه. فلوس، مش عارف فاهمني؟ والله. فكره الفلوس للاسف مفروضه عليا، مم. فاهمني؟ طيب هل حاجه زي دي هتوصلني لحاجه؟ لا بالعكس، انا كل ما تجيلي فلوس هحتاج فلوس اكتر، كل ما تجيلي فلوس هحتاج فلوس اكتر، كل ما يجيلي فلوس هحتاج فلوس اكتر، وهفضل في اللوب دي لحد ما ربنا يفتكرني، او مش ربنا يعني لحد ما يجي وقتي. طب ما ده اللي كنت بتكلم فيه، ان انت المفروض تحدد انت ايه احتياجك من الفلوس. بالظبط اه. لا لا، خد ده بقى على بقيه المواضيع، فكره ان انت حتى لو حاجه مفروضه عليك ما فيهاش حاجه، حتى لو سبتها شويه في مقابل ان انت تريح او تركز على حاجات تانية، حتى لو الحاجات دي عايد عليك انت. يعني انا مثلا شايف ان الناس دلوقتي مش بصل لفكره
الاستقرار العقلي او الاستقرار النفسي على محمل الجد. يا اسطى هم بالعكس، انا شايفين شايف ان انا دي شايف ان انت مشكله. انا شايف ان انت توقفها يا اسطى، انا شايف ان انت توازنها، يا توازنها يا تحط لها ليميت، اللي هو يعتبر جزء من ان ما انت توازنها. اللي هي ايه؟ انت مثلا هو هي بتبقى جوانب، تمام؟ انت انت مثلا محتاج، عندك، انت بتتكلم اوازن ايه؟ قصدك اوازن ايه؟ ما انا بتكلم اهو. اه ماشي ما اوكي. بتكلم. افتكرتك هتسرد في حتة تانية فقلت قلت لا، الحقك. انت دلوقتي يا اسطى عندك الجانب الجانب مادي، جانب روحي، جانب عائلي، جانب مش عارف ايه، جانب وهكذا، تمام؟ انت ماشي. يا تحط ليميت لكل واحده فيهم علشان يبقى في انت لازم عشان يبقى في توازن بينهم، لكن انت ما ينفعش، ما فيش ايام، ما فيش ثانيه، ما فيش اي، يعني ما علينا. انت لازم تحط ليميت لكل حاجه منهم عشان تعرف انت توازن بينهم كلهم. لا، ما الليميت ده لو هم ثابتين، بس للاسف ما بتبقاش ثابته، فاهمني؟ يعني اوقات حاجه بتحتاج اكتر من حاجه، فاهم؟ فبالتالي انت لو حسيت ان في حاجتين في نفس الوقت او ثلاثه احتاجوا تركيز زياده عن الطبيعي، انت هتضيع. فاهم؟ يعني لو حسيت ان مثلا جزء انت منتلي مثلا دلوقتي مش جاهز تعبان نفسيا، وفي مم. نفس الوقت عندك ضغط شغل، وفي نفس الوقت حد من اهلك تعبان، مم. انت خلاص، انا بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، انت نفسيا كده راكب قطر 6 الا تلت. مم. فاهمني؟ لو انت مش مدرب ان انت تتعامل مع كمية الضغط ده مع بعض. مم. فبالتالي انت عادي جدا ان انت وسط كل ده للاسف تسيب حاجة منهم وتتفرج عليها من بعيد، او مش تتفرج عليها، تقلل الريتم بتاعها شوية حتى لو هتخسر فيها حاجات. فاهم؟ يعني حتى للاسف، حتى لو انت مثلا في ما الشغل بكلمك ان ده مش هاي هاي هيريحك، ده مش هيريحك، ده مش على هيريحك المدى ال... على ولا على المدى على البعيد ولا القريب. لا، على المدى البعيد اوقات هيريحك. هي مش اكيد، بس اوقات هيريحك. انا شايف ان التوازن في الحاجه هو يعني انت على الاقل يا اسطى لازم تبقى مهيئ نفسك، ان انت مثلا حتى لو اتحطيت في حته تحت الضغط ده مثلا، انك ما تهملش حاجه منهم. يعني مش ما تهملش، ممكن اللي هو ايه، تفلت منك في دي، تفلت منك في دي، فاهم قصدي؟ بس مش تسيب حاجه منهم. ايوه، الموضوع يبني في الاخر عامل شبه هو انت لازم عامل تدرب شبه نفسك على ده يا حبيب هو. قلبي. انا فاهمك، هو بجد لا، هو في الاخر عامل شبه المويه بجد، فكره ان هي ما ينفعش تاخد شكل معين. يعني اه، ما ينفعش. الستات دي عاملين زي الميه، تمسكهم في ايدك آه مرة واحدة، تبص في ايدك ما تلقاش. آه اه، انا بقى ملقاش. دمي تقيل من ساعة ما فتحنا ريكورد. كمل صاحبي كمل، انت هشيلها في بتلمس الحتة في دي، الجيار. هشيلها في الحتة دي، بتلمس في الجيار. هشيل الحتة دي بتلمس كده في كده. الجيار. هشيلها، اسمع مني والله. لا بس بجد هي فكرة كلها فكرة ان هي ما ينفعش تبقى الموضوع يبقى مصمت كده، ماسك في بعضه. فاهم؟ اللي هو انت مش مثلا مم. 50% شغل، 30% عيلة، و20% رفاهيتي. هي ما ينفعش طول عمرها تفضل كده، فاهم؟ مم. هي بتتغير على حسب الأولويات. مش يعني عارف، هي اصلا ممكن تبقى بحس ان انت المفروض توصل في وقت مع الوقت المعادلة، ان هما مثلا لو هنقسمها كده، يبقى مثلا انت 100%، ال 100% دول هيتقسموا، مثلا لو هي 5 جوانب هيتقسموا 20 20 20 20 20، فاهم قصدي؟ 20 20 20 20 ما 20 دي ما ينفعش 20 تبقى كمان في ثابتة. 20 ما هي دي اصلا. ما دي ما ينفعش تبقى ثابتة عشان الحياة مش ثابتة، هي الحياة متغيرة. فبالتالي ما ينفعش يبقى عندك ثابت وفي نفس الوقت الناحية التانية متغير. ما هو ده طالما ده اتغير يبقى ده هيتغير. امم. فاهمني؟ فبالتالي انا مقتنع 100% ان هي مثلا ايه، اوقات بتبقى انا مثلا لو الشغل انت معتاد ان هو يبقى 50، اوقات تبقى 30 عادي، حتى لو هيجي عليك خسارة مادية للأسف، ولكن علشان ترتاح ما ينفعش تبقى شايل هم ال 15 اسمه ايه ده، الخساره الماديه اللي هتخسرها من ال 20% اللي هيقع منك، لان انت في نفس الوقت هتعوضهم 20% مثلا مع اهلك. امم. فاهمني؟ امم. يعني كمثال مثلا، هل لو انت برضه تختلف من شخص للتاني، في شخص يقول لك انا عادي ما اخسرش فلوس بس حد من اهلي
يحصل له حاجه، ده بجد، فاهمني؟ مم. هل انت بالنسبه لك مثلا حد من اولادك يحصل له حاجه في مقابل ان انت وقت ضغط شغل ما يتخصملكش 5000 جنيه مثلا؟ يا عم ده مش يتخصم لك نص توازن يا اسطى، ما هو مرتبك. اللي انت بتقوله ده مش توازن. لا، هي اوقات اوقات، يعني اوقات ممكن توصل بيك للحاله دي يعني، وده عن تجربه ما بجد. هو ده مش توازن، ما انت كده ما وزنتش. ما انا بقى انت المفروض تحط نفسك في زون ان انت توازن. الحياه مش مثاليه حبيبي، كده، انا فاهم، بس انت المفروض ما تحط انا نفسك. بقول، مم. ما هو ده انا بقول لك، ما انت لسه قايلها، ما هي مش مثاليه يعني، مش ثابته، فبالتالي ايوه، التوازن في ما حد انت ذاته، انت في حد المفروض ذاته يا اسطى، انت المفروض متغير. في شغلك المفروض ان انت تبقى حاطط مثلا ان انت في البوزيشن المعين ده، انت وصلت للراحه ان انت ايه، تبقى قادر ان انت توازن كل ده، فاهم قصدي؟ ما هو دي راحه مزيفه، مفيش حاجه اسمها كده. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها مثلا ان انا اقدر اوازن بين شغلي وعيلتي لو حصل ظرف والاتنين يحتاجوني فيه، لازم اضحي بحاجه مقابل حاجه، فاهم؟ يعني مم. انت للاسف هيجي عليك وقت انت فعلا لازم تضحي بحاجه عشان خاطر حاجه، فساعتها هتعمل ايه؟ هل انت مثلا ممكن توصل لمرحله لو انت لسه مثلا مش واصل للامان المادي، او مثلا يا عم مش شغال مع ناس، للاسف ممكن تشيلك وقت زنقتك، مم. هتعمل ايه ساعتها؟ هل هتبيع فكره آه ان انت اهلك محتاجينك علشان تفضل مستقر ماديا، مم. فاهم؟ ولا تمسك في اهلك وبالنسبه لك الخساره الماديه دي تتعوض عادي؟ مم. ما هي دي هترجعني للنقطه اللي انت قلتها، فكره ان انت المفروض تحدد امانك فين. مم. يعني انا مثلا شخص محدد اماني ان انا ماديا هقدر اقعده في اي وقت، لكن لو حد مثلا حد من اهلي احتاجني وما عرفتش البي النداء ده، لو حد من اهلي، لو الشخص اللي احتاجني ده وانا ما عرفتش البي النداء، لو حصل له حاجه مش عارف اعوض النداء ده تاني، مم. فاهمني؟ هو لو ربنا مقدر ليه ان هو يحصل له حاجه، موجود او مش موجود، دي هتحصل. مم. ولكن مش مهم فكره ابقى ان موجود. انا مثلا، اه بالظبط، فاهم؟ انا اكون موجود دي اهم، فاهم؟ مم. اهم بكتير. ممكن هو شخصيا حتى لو مكتوب له يحصل له حاجه، ولكن وجودي فرق، مم. فاهم؟ مم. فهي بالنسبه لي التوازن حد ذاته مش ثابت. مم. يعني التوازن في انك تعرف ان الموضوع ليه فلو معين كده بيتغير مع الوقت. مم. لو ما قدرتش تكون اللي هو بالبلدي ايه، جوكر يا اسطى، حرفيا لو قدرتش تكون جوكر، مم. قادر تلعب في اكتر من مركز في نفس الوقت، مم. ودي حاجه بحد ذاتها هي متعبه جدا انا عارف، ولكن بقت مطلوبه دلوقتي. مم. او انا هتكلم عليا كراجل عموما، فاهمني؟ يعني هي مطلوبه مني ان انا اكون جوكر، مم. فاهمني؟ مش هتعرف يعني هيبقى دورك محصور على حاجه معينه، مم. ان مثلا احمد ده بتاع شغل، فانت مثلا ما ت- مش ما تفتكروش في المشاكل العائليه، في المناسبات مش اول حد هنكلمه، مم. فاهم؟ احمد ده مثلا بتاع هزار، فبالتالي وقت الجد مش هنكلمه عشان هيقعد يقفي ومش عارف ايه ومش ناقصه. مم. فانا بحس يعني ان الموضوع في الاخر بيكون مربوط بالمرونه، بالظبط مم. بالمرونه، مم. يكون عندك مرونه انك تغير القالب بتاعك. يعني دي حكمة اليوم يا اسطى، دي حكمة البودكاست ده، دي حكمة الحلقة دي من البودكاست ده، الحلقة التجريبية كده هو بقى الأولى من بودكاست. إيه، هم اللي هو ايه، هم احنا كل ده بنسجل ايه يعني يا اسطى؟ تيجي حاجه جاي سميها المصطبه، لا في حاجه اسمها المصطبه. في حاجة يا اسطى، يا اسطى انا هسميه بودكاست تجريبي، اللي مش عاجبه يا اسطى ما يخشش. اكيد. لا اله الا الله، في ايه؟ انا اسف يا جدعان، اللي عايز يخش يخش. خد الاسم كله على بعضه، ده بودكاست تجريبي، واللي عاجبه ما يخشش على بعضها كده. يا اسطى، يا اسطى انت عايز نتكنسل من اول حلقة؟ يا عم ما ده انت اذواق المهم، عادي يعني. دي حكمة اليوم يعني يا اسطى اللي انت لسه قايلها دي. انا قلت حكمه. اه انت لسه قايل حكمة دلوقتي، انا عندي حكمة انا كمان. إن- عندك حكمه؟ اه، حاجه تخص ايه طيب؟ الحكمة هي يا اسطى ان من اداب الحوار
من اداب انا الحوار، قلت حاجه في ماشي. من اداب الحوار ان انت لما تيجي تتكلم معايا